السلام عليكم يا أحلى متابعين. النهاردة حكايتنا من عالم الفانتازيا والفنون القتالية عن إنسان عادي بيتحول شيطان قوي جدا وبيبقى ملك العالم السفلي كمان، وحرفيا مفيش حد يقدر يقف قصاده. قرر في يوم إن يقتل كل الإمبراطورية وكان جواه كره ورغبة شديدة في الانتقام. فحكايتنا بتبدأ بمعركة أسطورية بين الخير والشر، بين المعلمين الأسطوريين للفنون القتالية الروحية وبين شيطان عظيم اسمه تاي تان جين، واللي كان من شدة قوته على ظهره هالتين من النار. بحركة واحدة من ايديه بينزل صاعقة حمراء من السماء على مدينة في الجبل تدمرها. كل الوحوش اللي من العالم السفلي كانوا بيغزوا المدن في الامبراطورية كلها وبيقتلوا في الناس. في الوقت اللي كانت سوسو بنت كبير معلمين الفنون القتالية في مقر مدرستهم لطائفة هانجيانج، وبتتابع على الخريطة تقدم الشياطين والمدن اللي تم غزوها. لما جونجي بيجي يطلب منها انها ترتاح شوية بما انها طول الليل بتحرس المكان وبتفعل دار الحماية، سوسو بترفض لانها مستنيه ان ابوها وكبار السن يرجعوا من الحرب دي وتطمن عليهم. جونجي بيقول لها انهم راحوا نهر مويه لانقاذ الناس ومش هيرجعوا دلوقتي ابدا، وسوسو بتسال امتى الحرب والقتل وسفك الدماء ده هينتهي. بيتعرف ان الكلام ده هينتهي وقت ما يقدروا يقتلوا الشيطان القوي ده. جونجي بيقول لها ان من 10,000 سنه مات كل السحرة الاسطوريين بعد ما فقدوا قواهم في معركتهم ضد الشيطان الجبار اللي كان بيحاول انه يدمر العالم ويسيطر عليه، ولما نجحوا ماتوا معاه. بس بعد 10,000 سنة دول الشيطان رجع من تاني وعاوز ينتقم من الكل. المشكلة دلوقتي انهم لا عارفين اسمه ولا ماضيه ولا جه منين وازاي اصلا، عشان كده مش لاقيين له نقطة ضعف ولا عارفين يقتلوه. البشر العاديين ما يقدروش يقتلوه ولا يأذوه حتى. ساعتها كان الشيطان وصل اخر مدرسة للفنون القتالية وبيغزوها بشره المظلم، ومكان كل خطوة بيخطوها بيحصل دمار وخراب والارض بتموت من تحته. جونجي بيقول لسوسو ان في اداة واحدة بس هي اللي ممكن تقيده وتساعدهم في القضاء عليه، ودي المراية السحرية. المشكلة انهم لا عارفين مكانها ولا الشخص اللي مخبيها. ساعتها كان الشيطان واتباعه غزوا اخر مدرسة واسروا معلمها الاكبر ولقيوا معاه اداة المراية السحرية اللي لسه جونجي كان بيتكلم عليها. وبنعرف ان الشيطان كان بيدور عليها اصلا علشان يستمد القوة الاسطورية اللي جواها، بس المراية كان عليها ختم سحر القوة الشيطانية مش هتقدر انها تكسره، فكان يلزمهم قوة الدوتشي للمعلم شياو ياو علشان ينشطوها. طبعا شياو ياو بيرفض انه يساعده ومش بيصدق وعوده انه لو نشطها هيعفو عنه هو وطائفته مش هيقتل حد. ساعتها المعلم تشوي كان وصل وبيحاول انه يحرر شياو ياو وبيرفض يساعد الشيطان، فالشيطان بينقل شياو ياو في غمضة عين لجبل تاني ويكتفه بسلاسل سحرية ويسلط اقوى 2 من اتباعه انهم يقتلوا تشوي واللي معاه علشان يشوف مين الاقوى وهيقدروا على اتباعه قوته الشيطانية ولا لا. ومهما حاول تشوي انه يحرر شياو ياو من السلاسل مش بيعرف ابدا غير انه يكسر سلسلة واحدة استخدم عليها كل طاقته السحرية. ساعتها شياو ياو بيستخدم قوته السحرية هو كمان، وبقوة السيف السحري بيرميه على سي يينج وجينج مي وبيبعدهم عنهم وبيتحرروا. بيقول لتشوي ان المرآة السحرية هي املهم الوحيد وما ينفعش انها تقع في ايد الشيطان مهما كان الثمن. كل ده والشيطان كان بيتفرج، ولما بيلاقيهم بالقوة دي بيستخدم أداة من سحره الأسود المظلم، وأول ما بيفعلها في إيده بيظهر فوق المعلمين تعويذة طاقة مظلمة اسمها ختم تنقية العظام، واللي ليها القدرة على امتصاص أي قوة سحرية وتدميرها تماما. وبعدها بيفعل العين السحرية للرامي وبيظهر في السماء عين ضخمة باللون الأحمر. في نفس اللحظة اللي عينيه بتتوهج باللون الأحمر وقوس من السحر بيسلط سهامه على شياو ياو وتشين. بس في اللحظة اللي كان هيطلع فيها السم بيتصاب الشيطان بجرح في وشه نتيجة سهم رمته عليه سوسو، تظهر قصاده في السماء طايرة ومعاها القوس الأسطوري وبيتهاجموا بيه. ساعتها أول ما أبوها شياو ياو والمعلم تشين بيشوفوها بيتقاتلوا مع جينج مي وبياخدوا منه المراية السحرية التاني وبيرموها لسوسو علشان تهرب بيها وتحميها. ولما كانت بتهرب الشيطان بحركة من صوابعه بينشط قوة عظمى على شكل مارد عملاق من النار له 6 ايدين ومعاه سيف قطع السماء أقوى سيف في العالم، واللي اتعرف بقوته المصدمة وحركة واحدة منه بتدمر عوالم. وبعدها الشيطان بياخد السيف وبيروح ورا سوسو ويقتلها لأنها أول واحدة تعرف تأذيه من 500 سنة. بيهجم عليها بعد ما بيصيبها بضربة من السيف، وسوسو بتحاول إنها تتغلب عليه بس الشيطان بيهجم عليها ويخنقها بإيده والمراية بتقع من إيديها تتكسر. ولما خلاص كانت بتموت في إيده العلامة اللي في جبهتها بتنور وبتجبر الشيطان إنه يسيبها لأن النور ده بيأذيه. ساعتها سوسو بتقع على الأرض وهي بتنزف ودمها بيقع على المراية السحرية وبيخليها تتفعل، وفجأة بتلاقي نفسها ببعد تاني وعالم غريب وفي واحد بينادي عليها وهي بتستغرب مين ده. ولما بتسأله عن نفسه بيقول لها مش مهم هو، المهم هي لأنها هي اللي هتنقذ العالم من شر الشيطان ودماره. بيقول لها إن الشيطان عاوز المراية السحرية لأن المختار بس هو اللي بيقدر يستخدمها لعكس المصير، وسوسو بتطلع هي الشخص المختار اللي بيتكلم عليه بما إن دمها هو اللي فعل سحر المراية. بيقول لها كمان إن الشيطان ده على قد قوته وشره لأنه ما اتولدش شيطان ولا شرير في الأصل، وإن ماضيه هو نقطة ضعف الوحيدة. ساعتها سوسو بتشوف رؤية عن ماضي الشيطان ده وبتتفاجئ إنه كان إنسان عادي جدا، بس هو طفل كان بيتم ضربه وتعذيبه وإهانته من كل اللي حواليه. اسمه تان تاي جين، اتولد في قصر الملك جينج
طول السنين دي كان بيراكم القوة والكره وظلمه واستعباده لإحياء القوى الشيطانية جواه. والشخص الغامض ده بيقول لسوسو إنها لازم توصل للنقطة اللي خلت تان تاي جين يتحول لشيطان وتمنعها من الحدوث، لأن لو ده حصل مش هيحصل لا دمار ولا حروب، وإنها لازم ترجع بالزمن علشان تمنع كل ده. ساعتها سوسو بترجع لوعيها والمراية بتقع منها على الأرض تتكسر، بس هي بتاخد أجزاء وتحتفظ بيها. وساعتها كان تان تاي جين هيقتل سوسو، بس جينجي بيظهر في الوقت المناسب وبياخد هو الطعنة بدلها وبيموت. بس قبلها كان نقل لها قوته السحرية وبعدها من هنا ورجعت للقصر تاني، وبيقع هو وتان تاي جين من فوق الجبل. لما بترجع للطائفة وبتقول لأبوها على اللي عرفته، بيتفقوا انهم يرجعوها في الزمن للماضي قبل 500 سنة علشان تمنع تحول تان تاي جين. بس في اللحظة دي كان تان تاي جين وصل القصر، وفي كل خطوة بيمشيها بيدمر المكان حرفيا. وتشاو ياو بيبدأ سحر المصفوفة حوالين سوسو علشان يرجعها للماضي، وعلى المصفوفة بتبدأ تنقلها كان تان تاي جين فعل العين السحرية للرامي وبيصيب كل اللي في المدرسة، وأبوها بسهام بتقتلهم في لحظتها ومبقاش منهم حد على وجه الأرض. لحظتها سوسو بتصرخ وبتوعده إنها هتقتله مهما طال الزمن. ساعتها المصفوفة السحرية بتنقلها للماضي وسوسو بتفوق تلاقي نفسها واقعة على الأرض وروحها محبوسة في جسم بنت تانية. وعلى ما بتفوق وهي بتفتكر كلام الراجل اللي في المراية السحرية بتلاقي خادمة بتحاول تفوقها، وبتعرف بقى منها إنها تبقى بنت الملك، وإنهم كانوا بيهربوا من قطاع طرق هجموهم وهم راجعين من نزهة في الغابة ووقعوا من على التل، وعلشان كده كانت فاقدة الوعي. والبنت اللي هي في جسمها دي تبقى شي وو. لما بيظهر قطاع الطرق تاني شي وو أو سوسو بتحاول إنها تستخدم قوتها السحرية في إنها تطير وتهرب من المكان، بس بتتفاجئ ان البنت اللي هي في جسمها مش بتعرف اي نوع فنون قتاليه، وبتضطر انها تجري زي الناس عادي علشان تهرب منهم. بس لما بتلاقي مفيش مفر والبلطجيه بيطاردوها بتقرر انها تواجههم وبتجيب عصايه من على الارض علشان تضربهم بيها، مش واخده بالها من السيوف والاسلحه اللي معاهم. واول ما زعيم البلطجيه دول بيقرب منها بنلاحظ انه عمال يغمز لها وهي مش فاهمه حاجه. ولما بتدافع عن نفسها كانت الخادمه بتاعتها راحت تستنجد بالامير لين اللي بيجي وبينقذها بسرعه. واول ما سوسو بتشوفه بتفتكره جونج يي وبتجري عليه، بس هو بيبعد عنها وبيمشي. ساعتها سوسو بتطلب من الخادمه انها تقول لها ايه اللي بيحصل وتفكرها، عشان لما وقعت على راسها شكلها فقدت الذاكره. الخادمه بتقول لها ان ده الامير لين الابن الوحيد للملك واللي واقع في حب اختها الكبيره، ومن يومين لما كان بيعترف لها بحبه شي وو زقت اختها في البحيره كانت هتغرق، وهي عملت كده علشان بتحب لين ومش عاوزاه يتجوز اختها. سوسو بتسمع وهي متفاجئه ومستغربه، وبعد شويه بيجي مجموعه من البلطجيه اللي كانوا بيهاجموها من شويه وبيقولوا لها ايه رايك بقى في شغلنا، عجبك ولا لا؟ لما ما كانتش فاهمه حاجه بيفكروها انها هي اللي اتفقت معاهم انهم يهاجموها وهي راجعه من الغابه علشان الامير لين يجي ينقذها. ولما شي وو بترجع القصر كانت خادمتها بتحكي لها كل حاجه وبتفكرها ده مين وايه اللي بيحصل. لما بتسالها على تان تاي جين على اساس انه ممكن يكون مش عارفاه ومش بيعيش في القصر، الخادمه بتصدمها وبتقول لها انه يبقى زوجها. الخادمه بتستغرب ايه اللي حصل لشي وو خلاها تنسى انها متجوزه وما تبقاش كمان عارفه مين جوزها. سوسو بتروح تشوف تان تاي جين وبتلاقيه بارك على رجليه في التلج، وبتكتشف انها هي اللي معجباه انه يفضل كده 3 ايام متواصلين، فبتروح تقرب منه علشان تتاكد ان هو تان تاي جين الشيطان. فبتمسك ايده تدور على علامه الشيطان علشان تدمرها قبل ما تفلته، بس مش بتلاقي حاجه. ولما بتلاقيه انسان ضعيف بتطلب منه انه يتخيل انه عاوز يقتلها. ساعتها نظره عينيه بتتغير وكانت كلها حقد وشراسه، نفس نظرة الشيطان اللي قتل كل طائفتها في المستقبل. ساعتها سوسو بتترعب وبتقع على الأرض وبتقوم تجري خوفا منه، وبعدها بتسأل الخادمة هي ليه معاقباه أصلا. الخادمة بتقول لها إن ده بسبب إن هي لما وقعت أختها في المية تان تاي جين نزل وراها المية علشان ينقذها، وبتعرف إن برغم إن هي وتان تاي جين متجوزين إلا إنها بتحب لين ولين بيحب أختها وهي كمان بتحبه، وتان تاي جين بيحب أختها برضه، يعني مثلث حب غريب مش مفهوم أصلا. وسوسو بتستغرب لما بتعرف إن تان تاي جين أمير أصلا ويبقى ابن الملك جينج، بس ما فيش اي حد بيحبه على وجه الخليقه ولا ابوه الملك نفسه، وانه هو صغير جه المملكه هنا علشان يكون رهينه، ولولا ان اتجوز شي يو كان زمان ابوها قتله علشان ينتقم من الملك جينج بعد الحرب اللي كانت دايره بينهم. في اليومين دول بتبدا سوسو تدور على طريقه تكشف بيها حقيقه تان تاي جين وجوهره الشيطاني علشان تدمره قبل ما يموت، لان لو مات الاول فهتكون دي اللحظه اللي هيتحول فيها للشيطان. بيمر اليوم الثالث لتان تاي جين وهو راكع في التلج، والكل بيستغرب قوه تحمله وازاي هو على نفس الوضع بقاله 3 ايام في التلج والبرد. حتى اليوم الرابع بيعدي وبنتفاجئ ان في غراب بيروح يقف جنبه وبيتكلم معاه، وبنعرف انه بيتمتع بقوه غريبه بتخليه يعرف يتكلم مع الحيوانات والطيور ويسيطر عليهم. والغراب بيكشف له ذكرى لشي يو وهي بتهدد اختها علشان تبعد عن الامير لين، وبتقول لها انها تقتلها هي وتان تاي جين علشان وقتها بس لين مش هيلاقي قدامه غيرها ويحبها هي. وبنعرف ان الخدمه من الغربان بقت تظهر في القصر كتير جدا ومرتبطه بالمكان من يوم ما تان تاي جين وصل هنا، وده كان نذير شؤم بالنسبه للناس.
وبالليل في اليوم الرابع سوسو بتروح تراقب تان تاي جين وهو قاعد في البرد، بتديله المعطف بتاعها علشان يتدفى من البرد، بس هو بيرميه وبيرفض ياخد منها حاجة وبيقع فاقد الوعي. وساعتها سوسو بتجري عليه لما تفتكر ان دي اللحظة اللي هيتحول فيها لشيطان، فبتاخده على جوه وبتبدأ انها تدفيه، بتخلي خادمتها تساعدها. في الوقت اللي كان تان تاي جين في وعيه بيكلم جوهره الشيطاني او الشيطان اللي بيحاول انه يسيطر عليه. وكان تاي جين كان مستغرب ان الكيان ده بيظهر في عقله كل مرة يكون فيها قريب من الموت، فالكيان بيقول له انه عمره ما افترق عنه وانهم هما الاتنين واحد، كلها مسألة وقت بس على ما يسلم له نفسه بالكامل ويضحي بروحه، ما الكراهية والرغبة في الانتقام يتملكوا منه. وبنعرف ان الكيان الشيطاني ده له يد في كل الكراهية والألم اللي تان تاي جين بيمر بيها في حياته، علشان يزود جواه قسوة القلب وكرهه للناس، علشان بعد كده يحولها لقوة شر تنقلب على الكل وتدمرهم. ولما تان تاي جين بيفوق بيستغرب ان شي وو متغيرة، ما عرفش ان دي سوسو اصلا لانه ما اتعودش منها على الرحمة والعطف ده قبل كده. وبتكتشف بقى ان شي وو كانت كل ليلة لازم انها تجلد تان تاي جين قبل ما تنام علشان تنفس عن غضبها، ولما بتحاول تعمل اللي شي وو اتعودت عليه مش بتقدر غير تجلده مرتين اتنين، وبتلاقيه اتجرح فبيصعب عليها وبتسيبه ينام. بعدها بشوية بتلاقي جرحه التهب وجات له حمى وبتسهر طول الليل تعالجه، وهو بيفوق يلاقيها بتعمل له كمادات فبيستغرب اكتر، وبيسألها ايه اللعبة الجديدة اللي ناوية تلعبها، اول مرة يلاقيها باللطف ده. وتاني يوم شي وو او سوسو بتروح تتغدى مع عيلتها، وبتلاقي جدتها وابوها واخوها، ومقابلتهم وعلاقتها بجدتها بتعرف السبب اللي مخلي شي وو بالتسلط ده، لانها دلوعت العيلة. ولما مش بتلاقي تان تاي جين بيتغدى معاهم بتسأل عليه. هنا بقى المفاجأة، لأنها عرفت إنها هي شخصيا اللي أمرت بكده، وإنه ياكل في المطبخ مع الخدم ويغسل الأطباق في التلج كل يوم. ساعتها كان تان تاي جين في المطبخ بيتعرض للضرب والإهانة من الخدم، فبيسيطر على دبانة وبيخليها تهاجم واحد منهم ويخرجوا من المطبخ كلهم. ساعتها شي وو بتيجي وبتعاقبهم علشان بتنمروا على تان تاي جين، وبتدخل تخليه يبطل غسيل أطباق، وبتمنعه من إنه ياكل الأكل بتاع الخدم اللي كانوا حاطين له فيه تراب علشان يضايقوه. وبعدها بتخلي خادمتها تجيب له من أكل العيلة المالكة، بس هو بيرفض ياكله وفاكرها حاطه له فيه سم. بس شي وو بتاكل من الاكل كله وتدوقه قبل منه علشان يتاكد ان الاكل مش مسموم. وبعد ما بتمشي بيجي الغراب اللي مصاحب تان تاي جين وبيقول له على اخبار من مملكه جينج وان الملك ابوه بيموت. في الوقت اللي كان والد الامير لين بيقرر انه يستدعي تان تاي جين علشان يعرف طموحه، ولا وبقى هو الملك لمملكه جينج هيساعده ولا لا، ويقرر انه لو لقى انه مش هيخدمه اصلا هيضطر يقتله. في الوقت ده كانت شي وو بتراقب تان تاي جين وبتحاول تتقرب منه علشان تعرف تفكيره، وبتهديه بمعطف لأول مرة في حياتها علشان يحميه من البرد. وتان تاي جين لما بيدخل أوضته وبيلاقي المعطف الجديد بيفرح بيه وبيلبسه وبيخرج، بس في طريقه بيقابل أخو شي وو اللي لما بيلاقيه لابس جديد بياخد سكينة ويقطعه له، وشي وو لما بتشوفه بتخليه يدفع ثمنه. بعدها بيجي برسال الملك يستدعي تان تاي جين، وشي وو بتروح معاه على القصر. لما تان تاي جين بيدخل يقابل الملك لوحده، شي وو بتروح تدور على المكان اللي كان عايش فيه تان تاي جين في القصر وهو صغير. بيعرف تان تاي جين ان الملك عاوز يقلبه ضد اخوه علشان المصالح السياسية، بيرد عليه انه مش مهتم انه يرجع مملكة ابوه مهما حصل ولا عاوز يقعد على عرشها. الملك بيعرف ان ملوش طموح ومش هينفعه في الخطة بتاعته فبيأمر بقتله. ساعتها كانت شي وو قابلت واحدة من الخدم وسألتها على المكان اللي عايش فيه تان تاي جين وبتدلها عليه. لما بتوصل شي وو بتتفاجئ ان المكان متدمر ووحش جدا، وبتستغرب ازاي امير من مملكة جينج كان عايش هنا. بتعرف ان طول حياته كان بيعاني من الظلم والاستحقار. بتتفاجئ بينج شين مربية تان تاي جين القديمة، وكانت في حالة هستيرية اتجننت من فترة من يوم ما تان تاي جين خرج من القصر ومحدش عارف السر في كده ايه. وقتها كان تان تاي جين بيتكلم مع واحد من مستشارين الملك واللي كان بيطلب منه انه يكون جاسوس ليهم، بس تان تاي جين بيرفض، ولما بيلاقي ان الراجل بيهدده بيقرر انه يقتله. وبعد ما بيسيبه وبيمشي تان تاي جين بيبعت له دبانة بتدخل من ودانه وبتعمل له نزيف في مخه وتقتله. في الوقت اللي كانت بدأت تحصل عمليات خطف واختفاء لناس كتيرة في المدينة، والملك بيأمر ابنه لين انه يحقق في الموضوع ويحله في اسرع وقت. ولما بترجع شي وو القصر بتعرف من ابوها بموت المستشار اللي كان واقف مع تان تاي جين، فبتفهم انه له علاقه بموته، خصوصا لما بتعرف الطريقه اللي الراجل مات بيها. بتفتكر كلام الخادمه ان تان تاي جين بيقدر يكلم الحيوانات ويسيطر عليها، فبتروح على طول على اوضته وتفتش حواليه علشان تلاقي اي دليل ضده. بتقول انها عارفه ان هو اللي اتحكم في الدبانه وخلاها تقتل وو. تان تاي جين بيتفاجئ بذكائها وانها عرفت لوحدها. وبالليل بتظهر روح شريره في المدينه وبتبدا تخطف الناس اللي عندهم مآسي في حياتهم وبيحلموا بالكوابيس. من ضمن الناس اللي بتخطفهم كانت يينج شين والأميرة أخت شي وو، وبتاخدهم على الوكر بتاعها في الغابة وبتخليها تحت تعويذة بتتغذى على كوابيسهم وتخليهم يعيشوا طول الوقت علشان هي قوتها تزيد لما تتغذى على قوة الكوابيس دي. تاني يوم الصبح الخبر بينتشر وبيجيبوا معلم متخصص في مطاردة الأرواح الشريرة والقبض عليها اسمه شاو. وشي وو كانت خايفة إنه بعداته السحرية يكتشف حقيقة تان تاي جين الشيطانية، بس بتتفاجئ إنه أصلا ما عندوش القوة اللي بتسمع عنها،
إنه ما اكتشفش حقيقة تان تاي جين ولا حاجة. كان في غراب جه يقول لتان تاي جين على الروح الشريرة والمكان اللي أخدت فيه الأميرة. تان تاي جين بيبدأ إنه يفكر في طريقة بقى يقول لهم على مكان الأميرة من غير ما يشكوا إن هو اللي ورا خطفها، لأنهم هيسألوه عرفت منين. الروح الشريرة لما بتدخل عقل ينج شين بتشوف تان تاي جين والمقاس اللي مر بيها، فبتعرف إنه بيمتلك كرة وحقد ما فيش زيه في العالم، فبتقرر إنها تروح تخطفه علشان قوة كوابيس وهتدي لها قوة أسطورية. وقتها كان شاو عامل فخ من الطاقة للروح الشريرة على أمل إنها تيجي تهاجم تاني. فعلا الروح الشريرة لما بتيجي فوق الختم السحر على الأرض بتتحبس جواه، بس بيتفاجئوا إنه ده مجرد إلهاء، وإن الروح الشريرة الحقيقية في الناحية التانية من القصر وكانت اقتحمت أوضة تان تاي جين علشان تخطفه. بس شيوو بتظهر في الوقت المناسب وبتحاول تنقذه منها وبترمي عليها تعويذة سحرية، بس مش بتأثر في الروح الشريرة وبتخطف شيوو مع تان تاي جين. ولين على ما بيوصل كانت الروح الشريرة خطفت تان تاي جين وشيوو، وساعتها بياخد باله من ورقة على الأرض في أوضة تان تاي جين كاتب فيها اسم المكان اللي فيه مخبأ الروح الشريرة. بيقرر إنه يروح على هناك بسرعة علشان ينقذهم. في الوقت ده كانت شيوو في بعد تاني وبتسمع الصوت اللي كان بيرشدها وبيقول لها انها لازم تتصرف بسرعه قبل ما تان تاي جين يتحول لشيطان. بس الغريب انها بتشوف ارواح ابوها ومعلمينها وما بيسالوها ليه لغايه دلوقتي ما نفذتش الخطه، وبينادوا عليها انها لازم تفوق. وبنكتشف ان اللي كانت شيوو او سوسو شايفاه ده كابوس من تاثير تعويذه الروح الشريره. فبتستجمع قوتها وبتفوق بسرعه، وساعتها بتلاقي تان تاي جين بس ما كانش فقد الوعي ولا متأيد زيها. وبعد ما بيحررها بيمشوا يدوروا على اختها وبيلاقوا ينج شين وتان تاي جين، وبيستغرب انها عارفاه وبيتخانق معاها علشان كانت بتدور وراها. بس لما بيلاقوا اختها وبيحاولوا يحرروها بيتفاجئوا بدخان ابيض او سم بيفقدهم الوعي، وهما الاثنين بيدخلوا في ذكريات تان تاي جين. وشيوو بيتفاجئ بكده وبتشوف امه من اللحظه اللي عرفت فيها انها تكون زوجة الملك، وبتسافر للمملكه وبتبدا طقوس الزواج والاحتفالات. وكان باين على تان تاي جين التاثر لاول مره لما بيشوف امه، لان عمره في حياته ما شافها ولا كان يعرفها غير من ذكريات المربيه بتاعته. هنا بنبدأ نشوف كل ماضي تان تاي جين علشان نعرف السر ورا تحوله الرهيب ده، وازاي اتغير من انسان ضعيف لاخطر واقوى شيطان. من يوم ما امه دخلت المملكه والملك وقع في حبها وبقت هي اهم حد في حياته، وزي ما يكون كان مسحور. وفي اليوم اللي كانت بتولد فيه كانت ولادتها متعسره جدا وكان لازم حد منهم يموت، يا هي يا المولود. الملك بيصرخ على الطبيبه ويقول لها انها تقتل المولود، مش عاوزه، اهم حاجه ما يخسرش زوجته المحبوبه. بس قبل ما يكمل كلمته كانت والدة تان تاي جين بتترجى الطبيبه انها تنقذ ابنها وتحميه، ومره واحده روحها بتطلع وبتموت وبتولد تان تاي جين. اول ما الكل بيشوفوه بيخافوا منه وبيقولوا عليه انه وحش لانه كان في شيء مخيف ما بنعرفش هو ايه. وبعدها الملك كان عاوز يقتله علشان هو سبب في موت زوجته المربيه بتاعته نان لان. بتترجى الملك ان يعفو عنه ويسيبه يعيش علشان نسل القبيله بتاعتهم ما يتقطعش، لان تان تاي جين ابن اميره القبيله. فعلا الملك بيسيبها تربيه في جزء مهجور من قصر قديم، وفكده الملك مش بيرضى انه يسمي ابنه خالص وبيحرق الورق اللي كان فيها الاسامي اللي اختارها مع زوجته وباسم تان تاي جين لعنه. ساعتها بتظهر الروح الشريره وبتاخد تان تاي جين من ذكرياته وبتبدا انها تأيده، وكانت مستغربه انه لسه فايق وسحرها مش بيشتغل عليه. بتكتشف انه ما عندوش خيوط حب زي باقي الناس، وده السبب اللي مخليه ما يكونش عنده كوابيس ولا احلام برغم المآسي اللي مر بيها، وانه اتولد من غير خطوط الحب دي وعمره ما يحس بالخوف او الحب او الحزن مهما حصل. وقتها كانت شيوو لسه في ماضي تان تاي جين وبتشوف كل اللي حصل، وان نان لان ما كانش عندها لبن للمولود فبتديله دمها يشربه، والغريب انه كان مولود باسنان كامله وعشان كده كانوا بيقولوا عليه وحش. وعلى مر السنين كانت نان لان وينج شين بيبذلوا كل اللي يقدروا عليه علشان ياكلوه ويربوه كويس. الغريب في تان تاي جين انه كان قاسي القلب وبيفكر في قتل اللي بيتعرضوا له، وينج شين لما بتلاقي ان الطفل عنده 5 سنين بيفكر في القتل بتقول عليه وحش وكانت بترعب منه. وفي يوم نان لان بتسيبها معاه على اساس انها تروح تجيب اكل وترجع، بس بتختفي وبتسيب ينج شين معاه لوحدها. وبعدها بيجي لها اوامر ان تان تاي جين هيروح قصر يه كرهينه. ساعتها بتعرف ان نان لان هربت وسابتها للمصير المظلم ده. ومن وقت ما تان تاي جين بيروح القصر كان الكل بيتنمروا عليه وبيضربوه علشان يشوفوه بيبكي، بس هو عمره ما بكى ولا نزل دمعه واحده، واللي كان بيدافع عنه هو الامير لين. فبدأ انه يقلده ويشوفه بيعمل ايه ويعمل زيه علشان يكسب احترام الباقيين زي لين. بس مهما عمل كان الكل بيهنوه وبيضربوه كل ما تجيلهم فرصه. ويوم ما لين بيقابل اخت شيوو بيعرف انهم بيحبوا بعض ولين بيهديها بمعطف، تان تاي جين بيروح يقلده ويعمل زيه علشان يفوز بحبها، بس هي بترفضه. وبيعرف تان تاي جين ان كل اللي حواليه بيكرهوه حتى ينج شين اللي بتعامله كويس بس علشان بتخاف منه، انما هو السبب في سجنها طول السنين دي وعمرها اللي بيضيع في الفاضي. في الاخر بتتفق مع واحد من جواسيس الملك انها تسمم تان تاي جين علشان تقتله مقابل انها تنول حريتها، وينج شين بتوافق. وشيوو كانت مصدومه ان ازاي هي اللي ربيته هتخونه بعد كل السنين دي. في الوقت الحاضر كان لين وصل الغابه وبيحاولوا انه يكسر تعويذه الحمايه اللي وراها ضحايا الروح الشريره. شيوو بتفوق اخيرا وبتجري على تان تاي جين علشان تفوقه، بس هو كان محبوس في حلمه الوحيد اللي كان بيتمناه،
واللي فيه كان بيتعامل كأمير وأمه عايشة لسه. بس فجأة الحلم بيتقلب كابوس لما بيشوف أمه ميتة ودمها على إيده، وأبوه بيتهم إن هو اللي قتلها، ولين كمان بيهاجمه وبيديله خنجر علشان يقتل بيه نفسه علشان يتخلصوا منه. وفي اللحظة اللي تان تاي جين بيفقد فيها الأمل وبيفهم إن سبب معاناة كل اللي حواليه وكرههم واحتقارهم ليه بياخد الخنجر علشان يقتل نفسه. في اللحظة اللي كان هيعمل فيها كده بتظهر شي وو وبتمسك الخنجر بإيديها وبتمنعه من إنه يذبح نفسه، وهي اللي بتتصاب ودمها اللي بتنزفه بيحررهم من تعويذة الروح الشريرة. وبره كان لين بيحارب الروح الشريرة وبيقدر إنه يضعف قوتها، وساعتها هي بتهرب وتدخل المخبأ بتاعها تاني. وفي اللحظة دي بتحاول إنها تهاجم تان تاي جين، ولما بتيجي تهاجمه وهو بينتقل لوعي تاني وبيشوف الكيان الشرير اللي بيدله على الطريق الشر وبيقول له إنه لازم يمتص قوة الروح الشريرة علشان يعرف طعم القوة واللي هي أقوى وأهم بكتير من الحب والمشاعر الإنسانية الضعيفة. ساعتها لما تان تاي جين بيعمل كده بيمتص قوة الروح الشريرة كلها وبيقضي عليها، وبيظهر له هالة من النار على ظهره وعلامة في جبهته وبيبدأ يتحول لشيطان. بعد شوية كان لين دخل الغابة وبيلاقيه هو وشي وو مغمى عليهم وبيستغرب هي الروح الشريرة ماتت بالسرعة دي ازاي، وبيرجع بالضحايا للقصر. ولما تان تاي جين بيفوق بيلاقي القوة الجديدة اللي بقى بيتمتع بيها، نار في ايديه يقدر يحقق بيها اللي هو عايزه. دي كانت أول مرة يحس فيها بالقوة دي، وبيسحر بيها الغراب صاحبه. ولما الغراب بيطير في المدينة بيكتشف انه شايف اللي بيحصل من خلال عينين الغراب. بعد شوية كان قاعد لما شي وو بتدخل وبيستخدم عليها قوته الجديدة يقتلها، بس بيطلع انه كان بيتهيأ له. ولما بيشوف الجرح اللي في ايديها بيعرف ان الحلم كان بجد وانها انقذته من قتل نفسه. بعدها لما شي وو بتوقف تتكلم مع لين لوحدهم، تان تاي جين بيبعت الغراب يقف على الشجرة ويراقبهم علشان يعرف بيقولوا ايه. ساعتها شي وو بتقول للين انها مش هتضايقه في حياته، لا هو ولا اختها تاني، وتتمنى لهم حياة سعيدة. وتان تاي جين كان سامعها فبيفتكر معاملتها له وبيسأل نفسه لو كانت اتغيرت كده علشان بدأت تهتم بيه وتحبه فعلا ولا ايه. بس ساعتها شي وو بتقول لين لما بتعرف منه الخطر اللي بيمثله تان تاي جين لو مات والحرب اللي هتقوم بين المملكتين. شي وو بتقول انه اكتر واحد هي بتكرهه في الحياه واللي نفسها تقتله النهارده قبل بكره، بس ما تقدرش تعمل ده دلوقتي لسبب هتحتفظ بيه لنفسها. ساعتها تان تاي جين بيعرف ان كل اللي حواليه اللي بيعاملوه كويس كان علشان مصلحتهم وامان عائلاتهم مش اكتر. هنا بقى بيقرر انه ينتقم منهم كلهم. بعد كام يوم كان لين راح للملك وبيطلب منه انه يوافق على زواجه من اخت شي وو، وفعلا الملك بيوافق علشان بيقول له انه بيحبها جدا. وفي يوم احتفال الزواج كان كل اعداء تان تاي جين اللي اهانوه وعذبوه طول السنين اللي فاتت دي موجودين، فبيكتب اساميهم في قايمه وبيستعد علشان ينتقم منهم. واول ما بتبدا المراسم تان تاي جين بيختفي وبيبعت سرب من الغربان تهاجم الكل وتنقر اعدائه وتجرحهم في وشوشهم واحد واحد. كان هو واقف بره بيتحكم في الغربان زي المايسترو اللي بيتحكم في فرقه موسيقيه وبيقودها، وبيشطب على اساميهم واحد ورا التاني، بس مش بيقدر انه يأذي شي وو اللي بتستخدم سحرها. وتان تاي جين كان عارف بمكان اخت شي وو وبيظهر لها على حقيقته وبتشوف القوه اللي بتمتع بيها، بس هو بيهددها علشان ما تقولش سره. وبعد ما الكل بيهربوا بره، شي وو بتدخل تدور على تان تاي جين علشان تنقذه، وبتجي ناحيته معاها سيف وكان فاكرها عاوزه تقتله، بس بتفاجئ انها بتقتل غراب كانت فاكراه هيهاجمه. ساعتها تان تاي جين بيبخر كل الغربان وبيكونوا في امان، وبيستغرب هي ليه انقذتهم متغيره بقالها فتره بالشكل ده. بعدها لما بيسالها بتقول له ان عشان هي بتحبه وما تقدرش انها تشوفه بتاذي. وتان تاي جين ما كانش عارف يعني ايه حب. لما بيسالها يعني ايه بتقول له ان اللي بيحب ما يقدرش يستغنى عن اللي بيحبه او يبعد عنه، وبيبقى عاوز يحميه مهما حصل. ساعتها بيسالها عن التعويذه اللي استخدمتها ضد الغربان وبيقول لها انه عاوز يتعلمها. ساعتها شي وو بتفتكر ان ما ينفعش تعلمه تعويذه قويه زي دي، وبتختار انها تعلمه تعويذه سحريه بتغير المناظر الطبيعيه من حواليه، وتقول له ان السر في اتقانها انه يوحد قلبه وعقله وروحه ويطرد اي افكار شريره او تشتيتات من عقله ويكون ذهنه صافي. وكان تان تاي جين مذهول من جمال المناظر الطبيعيه اللي خلته يشوفها لاول مره في حياته بما انه عمره ما خرج من القصر. ولما بيجرب انه ينافس التعويذه مش بيعرف، بيسهر طول الليل يحاول. فشي وو بتعمل تعويذه تكتفه علشان ينام والصبح بقى يكمل براحته. هي لما بتنام بينجح لاول مره انه يصفي ذهنه وبيعمل التعويذه بنجاح. في الوقت ده كان الملك كي شك في تان تاي جين انه يكون هو اللي ورا الهجوم على زفاف ابنه بما انه من مملكه جينج وان الرمز بتاع المملكه هو الغراب. وبعد يومين كان الامير تشينج اخو شي وو الكبير رجع من على الحدود لاول مره من 3 سنين، وبيطلع انه قوي وحازم جدا. اول حاجه بيعملها انه بيعاقب شي وو علشان اتاخرت على الفطار مع العيله، وبيخليها تركع على ركبتها لمده ساعه متواصله. بس لما بتعرف انه راح يحقق مع تان تاي جين بتخاف انه يكشف حقيقته وبتجري بسرعه علشان تلحقه. وقتها شينج كان بيهدد تان تاي جين وبيتحدى انه يستخدم تعويذه فحص العظام علشان يتاكد من جوهر روحه فيه قوه شيطانيه ولا لا. بس شي وو بتوصل في الوقت المناسب وتهدي الجو بينهم الاثنين. وبعدها بنعرف ان تان تاي جين ادمن خلاص القوه الشيطانيه وبقى ما يقدرش انه يستغنى عنها بعد ما جربها وعرف طعم القوه ايه. دلوقتي كان لازم يشوف شيطان يمتص قوته علشان يبقى كويس، لان الطاقه اللي امتصها من الروح الشريره خلصت خلاص. وفي المدينة كان شينج راح يدور على أخوه الصغير اللي عرف إنه بيتراهن وبيخسر فلوسه كل يوم والتاني. أول ما بيوصل كان أخوه خسران، والبنت صاحبة المكان أول ما بتشوف تشينج بتسيب أخوه يكسب، بس المرة دي بس
بس الظاهر إنها بنت مش طبيعية وإنها شيطانة وبتستخدم قوتها وسحرها في إنها تكسب فلوس كل اللي بيتراهن معاها. ولما بيشوف أخوه بياخده على جنب في قاعة الكبار علشان يعاقبه وبيتذنب له هناك يومين، في الوقت ده كان تان طاي جين بيفكر في طريقة تخليه يخرج من القصر يدور على شياطين يمتص طاقتهم. من حسن حظه إن شيوو تاخده معاها وهي خارجة تتفرج على مهرجان الربيع. وهما ماشيين في السوق بيشوف البنت الشيطانة وبيعرف على طول إنها بتتمتع بقوة رهيبة وبيقرر إنه يسرق قوتها دي، بس كان محتاج يخلص من شيوو الأول. وفجأة بقى إننا بنشوف نان لان ظهرت في السوق ومعاها محارب كانت جايه بتدور على تان طاي جين. لما بتشوفه بتستنى الفرصة اللي يكون لوحده بعيد عن شيوو علشان تعرف تكلمه. وتاني يوم بالليل نان لان بتروح تقابل تان طاي جين وبتقول إنها ما عرفتش ترجع تاني لأن الملك منعها من إنها تقرب من تان طاي جين وما بتعرفش ترجع له تاني. وطول السنين دي كانت بتحاول لغاية ما نجحت أخيرا، وبتطلب منه إنه يرجع معاها علشان هو أمير القبيلة وشعبه محتاجه. في الأول تان طاي جين كان رافض، بس هي بتقدر تقنعه وبتتفق معاه إنهم يتحركوا الصبح في السفينة اللي مستنياهم في المينا. كان عارف إنه ما ينفعش إنه يخرج من القصر لوحده علشان ساعتها هتقوم حرب، فبيقرر إنه يخطف شيوو علشان تكون ورقة ضغط. ده غير إنه اكتشف إنه مش عارف يستغنى عنها وتعود عليها. وتاني يوم تان طاي جين بيروح مع شيوو يدور على أخوها وعلى الشيطان اللي في المدينة. ساعتها كان شينج موجود مع البنت الشيطانة، وبنتفاجئ إنه كان عارفها أصلا من قبل كده لما كان في معركة على الحدود وكان متصاب إصابة خطيرة وبين الحياة والموت. وقتها كانت البنت معدية من هناك، ولما بتلاقيه في الحالة دي بتعالجه بطاقتها السحرية وبتنقذ حياته. هو امبارح أول ما شافها اتعرف عليها وكان عارف إنها شيطانة بس ما أذاهاش. بعد شوية كان شيوو وتان طاي جين وشاو وصلوا بيت البنت الشيطانة. في لحظة شيوو بتهجم عليها علشان تبعدها عن أخوها قبل ما تستنزف روحه. وساعتها البنت بتظهر على حقيقتها لما شيوو بتأكد لها إنها مش هتأذيها، وبيلاقي إنها روح الثعلب السحرية الشيطانية. ولما بتهرب منهم بيطاردوها لغاية ما بيوصلوا ليها في فندق في المدينة. وعلى ما شيوو بتدور عليها يمين وشمال كان تان طاي جين وصل لها هو وبدأ يستنزف ويمتص قوتها الشيطانية. وفي اللحظة دي بتدخل شيوو وبتلاقيه في الحالة دي وبتعرف إنه بدأ يتحول لشيطان. وساعتها بتعرف إنه هو اللي كان ورا هجوم الغربان على القصر في زفاف أختها. ولما بتحاول تهاجمه وتنقذ البنت الثعلب منه قبل ما يستولي على جوهر طاقتها الشيطانية، تان طاي جين بيهاجمها والبنت الثعلب بتهرب في آخر لحظة. وبعدها تان طاي جين بيروح المينا لنان لان ومعاه شيبو متخدر وبيهربوا بالسفينة. وبالليل كان الملك والد شيبو عرف باختطاف بنته باختفائها مع تان طاي جين وبيؤمر لين إنه يرجع بيها بأي طريقة. ولما شيوو بتفوق تاني بتلاقي نفسها محبوسة في زنزانة، وتان طاي جين بيرد لها المعاملة اللي كانت بتعملها له. ساعتها بيفاجئها وبيقول لها إنه استغل خطتها ضد أختها علشان تضرها وقلبها عليها علشان يتجوزها هو بما إنها البنت المفضلة للملك، وكان بيخطط علشان ياخدها رهينة معاه لمملكة جينج. ساعتها شيوو بتعرف قد إيه هو شرير وبيخطط للانتقام من كل اللي أذوه. وكمان بتكتشف إنه كان عارف بخطة يينج شينج لما اتفقت مع الجاسوس إنها تسمم له الأكل وخلاها تاكل هي الأكل المسموم وتفشل في مهمتها. وبتفوق تاني يوم وهي متجننة. لما سوسو بتعرف إن تان طاي جين هو السبب في جنون يينج شينج بتتهمه بالخيانة، بس تان طاي جين بيقول لها إنها هي اللي خانته الأول واتفقت على قتله، وما هنش عليها إنها هي اللي مربيها وأقرب واحدة ليه السنين دي كلها. وبيحكي لسوسو اللي حصل، وإنه لما عرف إن يينج شينج اتفقت مع الجاسوس إنها تخدره عشان لما يغيب عن الوعي تخنقه على أساس إنه انتحر، تان طاي جين بيغفلها وبيبدل الطبق بتاعها بطبقها وهي اللي بتاكل الأكل المسموم. تان طاي جين بيقول لها إنه زمان كان فاكر إن الغلط عنده هو اللي مش عارف يعامل اللي حواليه، بس دلوقتي اكتشف إن العيب في العالم نفسه مش فيه، وإنه قرر يقتل أي حد بيحاول إنه يقتله حتى هي. وبعد ما بيمشي نان لان بتروح لسوسو وتساعدها بتقول لها تعمل إيه علشان تهرب. وبعدها تان طاي جين بيلاقي المحارب جينج جايله صندوق فيه جوهر القوى الشيطانية اللي نان لان كانت بتجمعها له طول السنين دي. وتان طاي جين بيبدأ إنه يمتصها وساعتها بيحس بقوة رهيبة. في الوقت اللي كانت سوسو غفلت الحارس وضربته وهربت من الزنزانة، وبتخرج على ظهر السفينة تدور على طريقة تهرب بيها أو تستخبى، مش بتلاقي غير فرقة موسيقية تستخبى وسطهم. وتان طاي جين بيدي نان لان دبوس شعر مميز جدا وبيقول لها إنه بيعتبرها أمه وإنه مبسوط جدا إنها رجعت له. لما الفرقة بتيجي تعزف لتان طاي جين بيعرف سوسو من وسطهم وبيطلب إنها تقدم عرض لوحدها، وساعتها هي بتستغل الفرصة وبتقرب منه وبتخنقه، تجبر الحراس إن محدش يقرب لها لغاية ما بترمي نفسها في البحر علشان تهرب منه. ولما السفينة بتوصل مينا مملكة جينج كان في مجموعة من الجنوب بيقولوا لتان طاي جين إنهم قبضوا على زوجته سوسو، ولما بيقولوا يشيلوا الغطا اللي على راسها علشان يتأكد بيتفاجئ إنها واحدة تانية خالص وده كان فخ. فجأة البنت دي بترمي عليه سهم بس هو بيمسكه بسرعة، ما كانش يعرف إن السهم جواه إبرة مسمومة بتدخل في عينيه وتصيبه بسم قوي جدا في عينيه وبتعميه. ساعتها تان طاي جين بيستخدم قوته الشيطانية وبيفجر كل اللي حواليه، بس فجأة بيحس بالضعف وقوته بتختفي وبينزف. هنا بقى بيظهر أخوه الكبير بعد ما المحاربة بتاعته بتوقف عملية هروب تان طاي جين وبيتغلبوا على حراسه. ولما بيحاول تان طاي جين إنه يفجر قوته الشيطانية بيتفاجئ بخنجر نان لان على رقبته
وبيتفاجئ بخيانتها له. واخوه مينج لانج كان فرحان ان اخوه اتعمى وبيجيب له صندوق مليان فحم واللي عاوز يحرقه بيه زي ما تسبب له هو زمان في حرقه وتجاهل ابوه ليه. ساعتها تان طاي جين بيقول له يسيبه، هو مش هيهرب، بس هو عاوز يعرف حاجه واحده بس. هو يقوم يتكلم مع نال لان علشان يعرف منها ليه خانته، فبتقول له انه بارد وقاسي وما عندوش قلب ومش بيحس ان مينج لانج معاها بنتها بيهددها بيها، لو هتختار يبقى هتختار بنتها مش تان طاي جين القاسي. ساعتها بيسألها لو كانت ندمانة على خيانتها له وبتقول له انها مش ندمانة. ساعتها بيخرج دبوس الشعر اللي اداهولها عنكبوت سام وبيتدغى بأمر منه وبتموت في لحظتها. ولما بيحاول يستخدم قوته علشان يهرب، مينج لانج بيقول له ان السم مشي في دمه ومش هيقدر يستخدم قوته ولو عمل كده هيموت. ساعتها تان طاي جين بيجرح ايده وبينزل بغزارة وبيرمي نفسه في المية. بنعرف ان سوسو لما رمت نفسها في البحر كانت بتغرق لولا ان ظهر لها يشم قديم كان معروف انه مشؤوم اللي يستخدمه. وبتستغرب سوسو ان اليشم ده موجود في قاع البحر وظهر لها دلوقتي، فبتاخده لان اكيد في سبب لظهوره. وبايو حارس تان طاي جين كان اتحرر من اسر مينج لانج وبيهرب هو والباقيين، وبيقرروا انهم يروحوا يدوروا على تان طاي جين. سوسو كانت وسط القرية اخيرا وبتكتب رسالة وبتبعتها لابوها علشان تطمنوا عليه، وبعدها بتمشي على الشط تدور على تان طاي جين وبتلاقيه فعلا بين الحياة والموت، وبسرعة بتحاول تنقذه وتفوقه. ولما بيفوق بيتفاجئ انها هي اللي انقذته زي كل مرة، وبتاخده بيروح يستخبى في الغابة في كوخ مهجور. لما بتسأله ايه اللي حصل بيقول لها ان مينج لانج كان عامل له كمين وكمان انه قتل نال لاند. ساعتها سوسو بتفقد اعصابها عليه، بس هو بيقول لها انها اصلا خانته وكانت راجعه له بعد السنين دي مش عشان بتحبه وخايف عليه، عشان انها بتنفذ اوامر مينج لانج اللي بيهدد بنتها. في الوقت ده كان مينج لانج بيدور على اخوه وكان بيقرب من الكوخ، ولما سوسو وتان طاي جين بيحسوا بيه بيهربوا وبيستخبوا في الغابه. ساعتها كان لين في نفس المنطقه وبيقابل رجاله مينج لانج وبيتقاتل معاهم، وسوسو علشان تحمي تان طاي جين بتجري هي وتشتت الحراس بعيد عن تان طاي جين، بس بتقع في ايد الجنود، واللي بينقذها منهم كانت الغربان اللي تان طاي جين بيتحكم فيها وبيهرب معاها بعدها. ساعتها بتلاقيه بيموت وبينزف من تأثير السم في دمه اللي بقى اسود، فبتروح تدور على اعشاب طبيه تعالجه بيها. لما بترجع وبتعالجه بالاعشاب بيقع من ايديها اليشم المسحور، ياخدها مش بيرضى يديهولها غير لما تقول له على سره. سوسو بتقول له ان معروف عن اليشم اللي بيستخدمه بتكتب له موتة شنيعه ومؤلمه. وتاني يوم بعد ما تان طاي جين بيتحسن شويه بيمشوا من مكانهم، بس بيتفاجئوا بالساحره اللي بتساعد مينج لانج بتهاجمهم، وتان طاي جين بيتحكم في الطيور وبيخليهم يتصدوا لضرباتها، بس بعدها بيتصاب. ولما بتهاجمهم مره تانية سوسو بتحميه وبتاخد هي الضربه. ساعتها تان طاي جين بيمتص قوه اليشم المشؤوم وبيستمد قوه رهيبه بيتغلب بيها على الساحره، ومع انها كانت معركه قويه وعنيفه بينهم الاتنين الا انها بتهرب منه في اخر لحظه لما بتلاقي انه هيقتلها. بعدها تان طاي جين بيحاول يفوق سوسو بطاقه اليشم بس بيغمى عليه. لما هي بتفوق بتلاقيه امتص اليشم، بتحاول بكل قوتها انها تستخرجه من جسمه تاني بس مش بتعرف. ساعتها بتنتقل لعالم افتراضي وبتشوف الساحره اللي عملت اليشم ده وبتترجاها انها تنقذه وتخرجه منه. كان المقابل ان سوسو تتبادل اليشم مع تان طاي جين مقابل عينيها. فعلا سوسو بتوافق واليشم بيخرج من عين تان طاي جين وبيتبدل بعين سوسو واليشم بيدخل جسمها هي. بعدها بتتفاجئ بحراس تان طاي جين جايين يدوروا عليه، فبتسيبه وبتهرب هي. بتفضل سوسو ماشيه مسافات طويله وهي بتفكر ازاي توصل للهويه القاحله، لغايه ما بالصدفه بتقابل روح الثعلب وبتحاول تتعافى من الاصابات اللي تسبب لها فيها تان طاي جين وهو بيمتص قواها الشيطانيه. ساعتها سوسو بتساعدها وبتديها من طاقتها الروحيه لغايه ما بتتعافى بشكل كويس. ولما بتتكلم معاها بتعرف ان روح الثعلب هربت من الهويه القاحله، بس لانها شيطان وممنوع انها تخرج منها فقدت 2 من ديولها وهي بتهرب لعالم البشر في الوقت اللي كان فيه الحاجز ضعيف. ساعتها سوسو بتفرح انها لقت حد اخيرا يدلها على الهويه القاحله. هي كانت عاوزه تروحها علشان تدور على حل ودليل يوصلها لانها ازاي تمنع تان طاي جين من انه يتحول لشيطان. المهم انها بتطلب من روح الثعلب انها توصلها لهناك، خصوصا لما بتعرف منها ان الحامي في الهويه هي روح جي زي الاسطوري اللي بيحمل الهويه بقاله 10,000 سنه. ومره واحده سوسو بتفتكر كلام ابوها ومعلم شياو ياو على المرآة السحريه لما كانوا بيقولوا انها اتكونت من عين جي زي لما نزل لعالم الشياطين او الهويه وعمل عليها حاجز علشان يمنع الشياطين من انهم يهربوا لعالم البشر بعد الحرب اللي كانت في الوقت ده. في الوقت ده كان تان طاي جين بيفوق في وعيه الباطني وبيلاقي الكيان الشرير بيتكلمه وبيقول له انه عديم الفايده وانه ما ماتش وزوجته اتخلت عنه زي كل الناس. هو اللي كان ورا كل العذاب اللي بيحصل لتان طاي جين علشان يكرهه في الناس والعالم ويزود جواه الرغبه في الانتقام والقتل، وبالتالي يتحول لشيطان في طريقه ده. الشيطان اللي كان بيوسوس له ده بيقول له انه لازم يرجع جينجو يبقى هو الملك بعد ما يقتل اخوه. ولما بنرجع لسوسو كانت مع روح الثعلب، ولما بتتكلم معاها بتقول لها انها ما ينفعش تمتص قوى الناس علشان تحسن من قواها الروحيه.
ساعتها روح الثعلب بتقول لها انها مش بتمتص قواهم ولا حاجه، وانها بتسحرهم بس علشان تحس بالحب مش اكتر، لانها فقدت خيوط الحب بتاعتها وما تقدرش تحب حد ابدا بسبب كده. سوسو ساعتها بتستغرب وتسالها ازاي فقدتها، بس روح الثعلب مش بتقول لها. وفي قصر جينج كان مينج لانج اتفاجئ بهجوم من الفيران حواليه بيحاصروه من كل اتجاه والنيران كمان، وبيظهر تان تاي جين وبيضربه بالقوة السحرية الجديدة علشان يقتله زي ما كان عاوز يخلص منه، وبيخرج من القصر وبيسيبه للنار والفيران ياكلوه، وبعدها بيستولى على العرش وبيبقى هو الملك. بس محدش من الوزراء كان مرحب بيه لأن عمره ما عاش في المملكة أصلا ولا يعرف عنها حاجة. بس تان تاي جين لما بيهددهم بيتراجعوا عن موقفهم ضده. وبعد أيام من المشي في الصحراء سوسو بتوصل مع روح الثعلب للهوية، بس روح الثعلب مش بتقدر انها تقرب اكتر وبتسيبها وبتمشي. سوسو لما بتوصل عند حافة الهوية بتنزل فيها وسط درع من الطاقة علشان ما تتأثرش بالقوى الشيطانية وتعرف تعدي من الرياح السوداء بسهولة. وهي نازلة بتسمع صوت واحد بيناديها بالاسم وبيقولها تيجي تقابله. ساعتها سوسو بتستغرب ان شخص غامض هي ما تعرفوش اصلا بينادي عليها باسمها الحقيقي مش باسم شي وو اللي هي في جسمها. ولما بتنزل سوسو بتتفاجئ بطفلة واقعة على الارض ومجموعة من الشياطين متجمعين حواليها وبيحاولوا انهم يقتلوها. ساعتها سوسو بتستغرب ايه اللي جايب البنت دي هنا، وبتقدر انها تنقذها وتقضي على الشياطين وبتاخد البنت وبتهرب. لما الشياطين بيطاردوها تاني فجأة بيظهر الحاجز السحري بيمنعهم من انهم يقربوا ليها، وبيظهر لها جيزي الساحر الاسطوري اللي بيحرس الهوية وبيقول لها انه مستنيها بقاله 10,000 سنة. ولما بتقول له انها مش عارفة ازاي تقضي على جوهر الشر في قلب تان تاي جين بيقول لها ان الحل لتغيير كل شيء انها تفتح الكارما، وعلشان تنجح لازمها 3 حاجات: حلم ودمعة وخيط. الحلم بيقول لها انها هيجي قريب، والدمعة هتكون اول دمعة تنزل من عينيه اول ما يحس بالحب واسمها دمعة الروح، والخيط هو خيط الحب المتصل بالدموع، وانها لو جمعت ال3 حاجات دول هتقدر تفتح قلب تان تاي جين. ودمعة الروح هتتحول ل9 مسامير اول ما تطعنهم في قلبه هتقضي على جوهر الشر جواه. وبعد ما جيزي بيقول لها كل ده وبيدلها على اللي هتعمله بيختفي وبيسيب لها المراية السحرية. وبتعرف سوسو انه كان مستنيها بس علشان كده. بس قبل ما يختفي بيقول لها ان هيكون قدامها 300 يوم قبل ما حاجز الهوية ينهار، ولو فشلت في انها تقضي على جوهر الشر عند تان تاي جين الشياطين هيخرجوا للعالم وهيدمروه. اخر كلمة بيقول لها انه اخيرا هينضم لزمايله، وهنعرف انه يقصد ايه كمان شوية ومين زمايله دول. لما بتخرج من الهوية مع البنت الصغيرة بتتفاجئ ان البنت دي هي بنت نان لان، وان مينج لانج هو اللي رماها في الهوية وكان بيخدع امها علشان تنفذ له اللي هو عاوزه وتقتل تان تاي جين. وبعد ما بترجع سوسو لواحدة من القرى بتتفاجئ ان مر 3 شهور من وقت ما نزلت للهوية. في الوقت ده كان روح الثعلب ماشي لما بيهاجمها مجموعة من جنود تان تاي جين كانوا في مهمة صيد الشياطين علشان تان تاي جين يمتص قواهم. بس لما روح الثعلب بتحاول تهرب تان تاي جين بيقدر انه يوقفها وكان هيقتلها لولا انها بتسأله عن زوجته وبيعرف انها ممكن تكون عارفة مكانها فبيخليها تخدمه والا هيقتلها. في الوقت ده كان في معركة منتظرة بين جيش المملكة بقيادة تشينج اخو شي وو وبين جيش تان تاي جين. بس تان تاي جين بيتقابل مع تشينج وبيتفق معاه على انه يستسلم ويسلمه معبر جيا حفظا لدماء الناس والجنود. وبعد تفكير عميق وحيرة منه بين ولاءه للملك وانه يكون بطل وانه يحمي الناس من الموت، تشينج بيستسلم لتان تاي جين وبيسلمه المعبر. وتان تاي جين بيكافئه بانه بيخليه واحد من رجالته وكمان بيبعت جنود وبيجيبوا عيلته كلها علشان يحموهم من بطش الملك كيه. وبعد فترة تان تاي جين بيخلي بيان ران روح الثعلب تدور له بنظرها الثاقب على شياطين قوية في نهر موه بيتعرف بغموضه. فعلا بيان رام لما بتستخدم نظرها الثاقب بتشوف التعبان الطائر الأسطوري نايم في قاع النهر، وبتعرف تان تاي جين على طول لأن شيطان التنين الطائر ده عمره أكتر من 10,000 سنة. ساعتها تان تاي جين بيأمرها إنها تجمع السحرة علشان يروحوا هناك ويبدأوا الطقوس. في الوقت اللي كان لين برضه بيتحضر هو وكتيبة من جيشه علشان يروح يفاجئ تان تاي جين بعد ما عرف إنه خرج في مهمة في نهر مو ورايح يصحي شيطان قديم. تاني يوم بقى كان تان تاي جين والسحرة اللي بيان ران جابتهم عند النهر بيفتحوا بوابة يعبروا منها وبيقدروا انهم يعملوا حاجز في المية. ساعتها تان تاي جين وبيان ران والباقيين بينزلوا معاه بيتفاجئوا بالتنين الطاير عايم على المية وفي ايده صدفة محار سحرية. ساعتها تان تاي جين بيحس بحاجة غريبة، ولما بيأمروا السحرة يعملوا تعويذة لتقييد التنين بتظهر سوسو وكمان لين وكلهم بيتقاتلوا في الأول. بس لما بيلاقوا التنين بدأ يصحى الغريب بقى ان عينيه كانت مختلفة، عين سودة وعين بنفسجية. ولما الكل بيستغرب الحالة اللي هو عليها شان بيقول لهم ان في خط رفيع جدا بين كونه بيعيش كتير وكونه شيطان، والظاهر ان التنين وقف في النص بالنص شيطان ونص اللي بيعيش كتير. كان في شيء مميز بيجذب تان تاي جين وسوسو بتفتكر انه بيلعب في دماغه علشان يخليه يختار طريق الشر.
وبنعرف ان التنين الطاير هنا بقاله 10,000 سنة، وبيعيش حياته السابقة في احلامه مرة ورا مرة علشان يحس تاني بكل مشاعر الحب والحزن اللي مر بيها، ودي اسمها حياة بورا. ساعتها سوسو بتطير وبتدخل في عين التنين علشان تدخل حلمه وتعرف الحياة السابقة، ووراها بيدخل تان تاي جين هو كمان ولين. والتنين وهو بيتحرك الصخور بتهتز وبتقع وراهم اخت شياو اخت شيوو، والاربعة بينتقلوا للحياة السابقة للتنين من 10,000 سنة فاتوا. سوسو بتلاقي انها سانج جيو أميرة المحارة أو الجنية بنت ملك النهر موهي، وكان في معركة شرسة بين الشياطين والأسطوريين حماة الأرض. ساعتها بنتفاجئ إن تيان تاي جين هو سيد الحرب مينج يي اللي بيقدر إنه ينهي المعركة ويقضي على الشياطين. سانج جيو كانت بتتفرج عليه ومعجبة بيه جدا، وبتتمنى إنها تقابله في يوم من الأيام ويعرف إنها بتحبه. فجأة بتلاقيه عند النهر وبيقع صدفة من الدرع بتاعه في المية، فبتجري تاخدها وتنزل المملكة بتاعتهم في قاع نهر موهي. وعشان نفهم، تان تاي جين هو مينج يي بيتمتع بقوة التنين الطائر. لما بتحاول بنتفاجئ ان هو نفس التنين الطائر اللي الاربعه دخلوا في حلمه حياة بورا. وسانج جيو هي سوسو جنية وأميرة نهر موهي اللي بتتحول لصدفة محار في هيئتها الشيطانية، يعني هي الصدفة اللي الكل شافوها في ايد التنين وهو نايم من شوية قبل ما يصحوا ويدخلوا في حلمه. ولين بقى يبقى اخو سانج جيو، وشياو تبقى تيان هو الملكة زوجة مينج يي سيد الحرب. كلهم رجعوا الحياة السابقة وبيعيشوها تاني علشان يتعلموا وياخدوا عبرة. في معركة تانية مع الشر بيظهر الشيطان القوي، بس المرة دي مش بنعرف هو مين لأنه كان لابس قناع، وبيدخل في قتال عنيف مع مينج يي وسط السحاب، والشيطان بيطعنه برمح شيطاني وبيقع في نهر موهي. تيان هو لما بتشوفه بيقع بتنزل وراه بسرعة وبتلاقي إن إصابته خطيرة وبيموت. ساعتها سانج جيو بتساعدهم إنهم يحموه من الشياطين اللي كانوا جايين يتأكدوا من موته. سانج جيو بتخليهم يستخبوا عند الصدفة الأسطورية اللي فيها جوهرة الطاقة اللي بتوازن الحياة في نهر موهي وبتخليهم عارفين يعيشوا. في الوقت اللي كانت سانج جيو راحت تقتل الشياطين اللي بيغزوا عالمها، كانت تيان هو سرقت الجوهرة السحرية وبتدمجها في جسم مينج يي علشان تخليه يتعافى ويرجع للحياة. وأول ما بتعمل كده مينج يي بيمتص كل طاقة المملكة اللي في قاع النهر، والنهر نفسه بقى هايج ومتقلب والمملكة كانت هتتدمر. فلما الملك بيلاقي إن مملكته هتتدمر كان هياخد الجوهرة من مينج يي، بس سانج جيو بتمنعه وبتتنازل عن جوهر روحها وبتحطه مكان الجوهرة علشان النهر يرجع يهدى ومملكتهم تتوازن. بس كده كانت اتخلت عن خلودها وبقت عادية ممكن تموت في أي وقت. وعشان أبوها الملك يحميها بيتفق مع مينج يي إن مقابل إنهم أنقذوا حياته ياخد سانج جيو زوجة له وياخدها مع عالم تشان تشانج. فعلا مينج يي بيتجوزها وبياخدها مع عالمه فوق السحاب. ونتعرف على الأسطورة جيزي حارس الواتف، كان معاه ولد اسمه ليان هو بيوقع غصب عنه ظهور الكاميليا من إيده في عالم البشر، وساعتها جيزي بيخليه ينزل وراهم ويدور عليهم وبيقول له إنه مكانه وسط البشر يعيش ويتأمل معاهم مش في عالم تشان شانج. كمان بنتعرف على تشو وانج حارسة الفضاء واللي ليها القدرة على الانتقال في الفراغ والفضاء وتقدر تفتح بوابات في أي لحظة وفي أي مكان. في الوقت اللي كانت سانج جيو بتتدرب على الرماية علشان تحسن مهاراتها القتالية بعد ما فقدت جوهرها الروحي، بس بتلاقي إنها مش في قوته زي الأول، فبتخلص تدريب وتروح تقعد على أكبر وأقدم شجرة تفاح في القصر وتاكل من عليها. دي كانت أول مرة حد يقطف من الشجرة دي، وده اللي بيخلي مينج يي يستغرب. تقدر إنها بطريقتها العفوية تجذب انتباهه شوية بشوية، مع إنه ما كانش طايقها في الأول علشان اتجوزها غصب عنه. كان معروف عنه إن سيد حرب شخصيته قوية وحازم جدا، مش معروف عنه قلبه الطيب أبدا. بس من يوم ما سانج جيو دخلت حياته واتغير وبقى بيهتم بحاجات ما كانش بيشوفها قبل كده، ولما جيزي وتشوه وانج بيحسوا بالتغير اللي ظهر عليه ده بيروحوا يراقبوه، وساعتها بيشوفوه مع سانج جيو بيتدربوا سوا. ولما جيزي بيروح يتعرف على سانج جيو عينيه بتتوهج مرة واحدة وبيشوف روح سوسو اللي جواها وانها هايمة في حلم التنين الطائر في حياة بورا، فبيدرك المهمة بتاعتها وبيعرف انها من زمان تاني لسه ما جاش. يقول لها جملة واحدة علشان ما يكشفش سرية المهمة بتاعتها، يقول لها افتكري انت جاية ليه. وتشوه وانج بتهدي مينج يي وسانج جيو رابط مقدس يقدروا يستدعوا بعض بيه في الزمان والمكان مهما كانت المسافة بينهم، بس يستخدموا مرة واحدة. وبعدها في ليلة سانج جيو مش بتعرف تنام وبتلاقي جسمها بيتوهج بطريقة غريبة، فبتروح تقابل أخوها وتسأله، وساعتها بتعرف منه إن ده بيحصل لها علشان اتنزلت عن جوهرها الروحي وإن طاقتها الشيطانية بدأت تتغذى على جسمها وهتقتلها مع مرور الوقت. بعدها بتروح لمينج يي وبيتأملوا سوا، ولما بيشاركها قوته الروحية حالتها بتتحسن. ولما عدى 3 شهور كانت تيان هوان طول الفترة دي في غيبوبة من يوم اللي حصل في نهر موهي، ودي كانت أول مرة تفوق. وأول ما بتعرف بزواج مينج يي بتتجنن والغيرة بتبدأ تاكل في قلبها، تبدأ إنها تتقرب من سانج جيو علشان توقع بينها وبين مينج يي وتبعدها عنه. ولما بتعرف بقوتها الشيطانية اللي بتقتلها بالبطء بتقول لها إن عندها علاج ليها، وبتاخدها على نبع المية اللي سبق وسممته، وبتخلي سانج جيو تنزل فيه علشان تحرقها وتدمر أي طاقة روحية جواها وتحولها لشيطان علشان تفرق بينها وبين مينج يي.
في الوقت اللي كان مينج يي طلع السما يجيب نجمة لسانج جيو علشان يهديها بيها، بس بسبب كلام تيان هوان لسانج جيو خدعها عليها، مينج يي بيفضل فترة كبيرة ما يشوفهاش وبيحس انها اتغيرت ومبقتش عاوزة تقابله. لغاية دلوقتي كانت خطة تيان هوان ماشية تمام. في نفس الوقت سانج جيو كانت فاكرة ان مينج يي بيتجنبها ومش عاوز يشوفها، ولما بتلاقي ان الوضع بالشكل ده بتقرر انها ترجع مملكتها في نهر موهي كام يوم. وفي يوم مينج يي بيتجسس على مملكة الشياطين وبيكتشف خطة الشيطان، وبيرجع لباقي الاسطوريين والحراس اللي 12 بيتفق معاهم على خطة علشان يقضوا على الشيطان ده للأبد. كانت الخطة انهم يدخلوا في حرب مع الشيطان واعوانه في الوقت اللي بيخرج جوهر روحه الشيطانية عشان يكمل تعويذة الشر اللي هينشره في العالم. ومينج يي بيقول لهم ان الوقت اللي هيكون من غير جوهره الشيطاني هيكون الوقت المناسب انهم يقتلوه لانه هيكون ضعيف وقتها. بعد ما الحراس ال 12 بيتفقوا على الخطة، مينج يي بيبعت رسالة لسانج جيو، وبيبعت برضه ورقة طلاق علشان تنساه لانه هيموت في المعركة اللي جاية ومفيش امل ان ينجو منها، فمش عاوز انه يخليها تفقد الامل علشان تكمل حياتها وتلاقي حد تاني تحبه. سانج جيو ما كانتش عارفة نيته دي وبتتخانق معاه، بس هو بيعمل حاجز بينه وبينها ومش بيخليها تشوفه وبيطردها من القصر. وفي يوم المعركة مينج يي بيقود جيش ضخم وبيروح يواجهوا جيش الشر اللي كان بقيادة ديميان. بيتفاجئ ان ده هو نفس الشخص الغامض اللي كان بينادي على سوسو اول ما نزلت الهوية وكان بيطلب منها تروح له، بس هي راحت تشوف جيزي. وكان من قادة جيش الشر سي يينج وجينج مي اللي كنا شفناهم في اول معركة لما هجموا على طائفة سوسو وقتلوها. وبتتأكد ان كل اللي بيحصل ده مش مجرد حلم التنين، دي حياة سابقة حصلت بكل تفاصيلها وابطالها وبيتكرروا على مر الزمان. وأول ما بتبدأ الطقوس الشيطان الكبير بياخد من المحاربين الثلاثة أسلحتهم السحرية الشيطانية وبيستخدمها في مثلث طاقة، وبيخرج جوهره الشيطاني وبيزرعه ببوابة عالم الشياطين علشان يحرر كل ويغزو العالم. هنا كانت اللحظة اللي مينج يي مستنيها، وبيروح هو وجيزي المكان اللي فيه طقوس الشيطان وبيبدأوا يواجهوه. جيزي بيعمل حواليهم حاجز وقت وبيعزلهم عن قائدهم الشيطان، ومينج يي بيقتله لوحده وبيحاول انه يقضي عليه لان دي فرصته الوحيدة، وجيشه كان بيقاتل جيش الشر بره ومعركة شرسة بين الجيشين. ساعتها بتظهر هي تشو وانج ملكة الفضاء وبتساعد مينج يي، بتعمل له بوابات بينتقل من خلالها علشان يقدر يقتل الشيطان. هي بتروح تاخد الجوهر الشيطاني وبتهرب بيه، وباقي الحراس كانوا فوق بيفعلوا مصفوفة السيف الأسطوري، بس ديميان بيخرج من جيبه ريشة نارية أول ما بيستخدمها بيفتح بوابة في الفضاء وبينتقل للمكان اللي فيه هي تشو وانج، والشيطان بيخرج وراه على طول من نفس البوابة. جيزي ومينج يي ساعتها بيحاولوا يمنعوا باقي جنود الشيطان من انهم يخرجوا وراه، ولما جيزي بيلاقي ان خطتهم ممكن تفشل بيرمي مينج يي في البوابة ورا الشيطان علشان يلحقه ويقضي عليه قبل ما يستعيد جوهره الشيطاني. في الوقت اللي كانت هي تشو وانج بتختم جوهر الشيطان بتتفاجئ بديميان وبنكتشف انه بيكون جوزها، وان الريشة النارية هي اللي كانت اهدتها له وفيها كل قوتها تنقله لأي مكان هي فيه. وبيبان انه خانها وانضم لطائفة الشيطان، وبيطلب منها انها تسلمه جوهره الشيطاني علشان يبقى هو الزعيم الشيطاني ويحكم العالم معاها، وهي تسو وانج بترفض. ساعتها الشيطان بيوصل وبيهاجمهم علشان يسترجع جوهره السحري، ومينج يي بيظهر في اللحظة دي وبيمنعه، وبيكمل ختم الجوهر في الخزنة الأسطورية للكنوز السحرية. وبيكمل مينج يي معركته مع الشيطان القوي وبيستخدم قوته وشيطانه السحري التنين الطائر، وهي تسو وانج بتساعده هي كمان. وبعد ما بينجح أخيرا في ختم جوهر الشيطان، كانوا زمايله الحراس الأسطوريين بينتهوا واحد ورا التاني، وهي تسو وانج بتستخدم آخر قواها كملكة عشيرة العنقاء في إنها تفجر الشيطان. وجيزي بيختار إنه ينزل لهوية وبيفجر نفسه قوته السحرية وبيعمل حاجز عليها وبيمنع أي شيطان من الصعود لعالم البشر تاني. ودي كانت المعركة اللي تسببت في إنه يتحبس في الهوية 10,000 سنة زي ما سوسو شافته. ومينج يي كان لسه مكمل معركته ضد الشيطان اللي بيستخدم عين الرمي وبيملى السما بأقواس وأسهم بيرميها كلها على مينج يي، بس هي تسو وانج كانت لسه عايشة وبتعمل بوابات بتنقل الأسهم دي للفضاء وتحمي مينج يي. وفجأة كل الأسهم دي بتترد فيها هي وبتموت، وساعتها ديميان بيجري عليها وبيشيلها وبيحاول ينقذها وبينزل بيها على أرض الهوية، بس على ما بيوصل كانت اتبخرت خلاص، وبيبكي إن فقد حب حياته في صراعه السلطة. ومرة واحدة مينج يي بيهجم على الشيطان، وكانت معركة قوية بيدمروا فيها جبال كتيرة ورمحه بيتكسر وسيف الشيطان الملك بيقع في الهوية وديميان بياخده. في الوقت اللي كان طعن فيه مينج يي، ديميان بيظهر فجأة وبيطعن الشيطان الملك في قلبه بسيفه اللي كان وقع لأنه خان وعده ليه بأنه يحافظ على حياة زوجته هي تسو وانج، إنما هي دلوقتي ماتت على إيديه فكان لازم يدفع الثمن. بس الشيطان الملك بيغفله وبيطعنه هو كمان وبيقع تاني في الهوية. في اللحظة دي كان بقى الحراس الأسطوريين فعلوا مصفوفة السيف الأسطوري، وبينزل سيف ضخم أكبر من على الجبل على الشيطان الملك وبيقتله وبيختم على الهوية حاجز سحري محدش يعرف يخرج منها تاني. بس المفاجأة إن المارد الشيطاني الناري اللي ب6 إيدين بيخرج وبيدمر عالم مينج يي وبيضرب الأعمدة اللي عليها عالم تشان تشانج وبيدمره.
ساعتها الحراس الأسطوريين بينتقلوا لعالم النيرفانا وبيتفقوا مع روح مينج يي إنهم هيقابلوه تاني على هيئة سلوج على قمة الجبل في زمن تاني، وبيتحولوا هم وطاقتهم السحرية الرمح السحري قوي جدا في إيد مينج يي، وبيظهر التنين المقدس الناري وبيتقاتل مع المارد الناري، ومينج يي بيطعن بيه الشيطان الملك وبيخليه يتحول لنار. بس ساعتها اقنعه أول ما بيتحرق بيظهر إنه نسخة من مينج يي، وآخر كلمة بيقولها إنه هيرجع تاني، ومينج يي بيستخدم طاقة الرمح السحرية وبيصلح تاني العالم بتاعه. وكانت إصابته شديدة وبيقع تاني في عالم البشر في نهر موهي للمرة التانية، وساعتها سانج جيو بيستخدم الرابط اللي هي تسوانج أهدتهوله هي ومينج يي وتنتقل للمكان اللي وقع فيه بالظبط، وبتقدر إنها تنقذه، بس بيتحول لتنين صغير جدا بسبب إصابته، وهي بتاخده وبتعتني بيه لغاية ما بيستعيد قوته من جديد وبيرجع لهيئته البشرية. وبعد كام يوم كان رجع تاني، بس لما بيفوق كان أعمى، وسانج جيو بتزعل عليه جدا بس كانت مبسوطة إنها بتعتني بيه. وبعد كام يوم كانت سانج جيو بتعتني فيهم بمينج يي، كانت صحته اتحسنت واستعاد بصره، ولما بيلاقي ان زوجته سانج جيو هي اللي كانت بتعتني بيه طول الايام اللي فاتت دي وهو ما يعرفش، بيقرر ان ما يقولهاش ان بصره رجاله، وبيفضل يراقبها ويشوف تصرفاتها معاه. بس في يوم كانت تيان هوان عرفت مكانه وبتيجي بسرعه علشان تطمن عليه ويرجع القصر تاني، بس لما بتلاقيه رافض انه يرجع وحابب وجوده في الكوخ البسيط ده جنب البحيره، بتقول له ان الطاقه الشيطانيه رجعت تظهر تاني في المكان اللي كان فيه الشيطان الملك. ساعتها مينج يي بيرجع القصر بسرعه بعد ما بيسيب رساله لسانج جيو انه اضطر يرجع القصر ويبقى يفهمها اللي بيحصل بعدين، بس تيان هوان بتخليه يمشي هو الاول، وبتدخل الكوخ وبتشوف الرساله اللي سابها فبتحرقها علشان تقضي على اي امل ان يرجع لها تاني. وبعدها مينج يي بيروح عند الوادي اللي وقع فيه السيف الاسطوري على ملك الشياطين وقتله، والمكان اتحول لبركان بعد ما كان وادي اخضر، وكان فيه في وسط الحمم البركانيه اداه سحريه شيطانيه على شكل صندوق كان فيها قوة شيطانية رهيبة امتدت جذورها في الأرض علشان توصل لكل المدن وتحول الناس لشياطين بالتدريج. وقتها مينج يي بيقرب من الأداة الشيطانية دي وبيحاول إن ينزعها من الأرض ويبطل قواها الشريرة، بس مش بيقدر، وكان في درع حماية حواليها بيرمي عليه حمم بركانية أول ما بيستخدم قواه ضدها. ساعتها مينج يي بيعرف إنه مش هيقدر يشيلها، بيقرر إنه يستخدم قواه السحرية العظمى وبيستحضر روح التنين الطايرة، القوة اللي بيتمتع بيها وبيخلي التنين يشيل من على قلبه مقياس حراسة القلب، وده أقوى أداة سحرية في العالم اللي بيملكها محدش بيقدر يقتله ولا يخترق درع حمايته. المهم ان مينج يي اول ما التنين بيشيل المقياس من على قلبه ويسمح لمينج يي ويختفي مينج يي بيستخدم قوته كلها في تطهير أداة الشر وبينزع جذورها من الأرض. ساعتها مقياس حماية القلب بيختفي والأرض بتطهر من الشر، وفي لحظة النباتات بتخضر والوادي كله بيبقى سجادة خضراء مليان بالحياة، نباتات وزهور وحيوانات وأنهار. ومينج يي بيقول إنه هيسمي الوادي ده جبل زورا، وإنه هيتمتع بالقوة الروحية لسنين قدام، وهيكون مكان مبارك، ومقياس حراسة القلب بقى هو درع الحماية للوادي. ولما بيرجع القصر بيفحص الصندوق الشيطاني وبيعرف إنه بيتمتع بقوة ما حصلتش، وإن القوة دي لو اتطهرت وبقت قوة روحية للخير هيقدر إنه يستخدمه في إنه يرجع لسانج جيو الجوهر الروحي بتاعها وتعيش مئات السنين. وساعتها بتظهر له روح جي زي وبيقول له يروح عند أعمدة التنين الأربعة ويتأمل هناك ويستخدم طاقته في تنقية الصندوق الشيطاني. بس الحكاية ما كانتش سهلة، ده مينج يي بيقعد 4 أيام بلياليهم في العملية دي بشكل متواصل من غير ما يتكلم مع حد، ولا حد بيقدر يقاطعه أصلا علشان ينجح في تنقية الطاقة الشيطانية. في الوقت ده تيان هوان بتستغل الفرصة إن مينج يي مشغول وبترجع للكوخ اللي عند البحيرة اللي كان عايش فيه الفترة اللي فاتت وسانج جيو بتعالجه، وكانت ناوية إنها تقتل سانج جيو بحجة إنها شيطان، وأخدت جنرالات الجيش معاها علشان المهمة دي. حسن حظ سانج جيو إنها بتشوفهم وهم جايين في السماء، فبتجري بسرعة بتحاول لصدفة محار وبتستخبى في البحيرة، وكانت سامعة كل اللي بيحصل وبتعرف إن تيان هوان عاوزة تقتلها، وبتسمعها وهي بتأمر الجنود إنهم يقتلوا كل المحار. بس سانج جيو مش بيجي بالها إن تيان هوان تقصد عشيرتها، ولأنها كانت عاوزة تعرف اللي بيحصل بتروح القصر بتاع مينج يي اللي كانت عاوزة تقابله، بس الحراس مش بيخلوها تدخل لأنها مش من المعمرين ولا عندها جوهر روحي زي الباقيين، وبتعرف منهم إن مينج يي في حالة تأمل هتستمر 4 أيام ومش هينفع يخرج منها دلوقتي. بترجع سانج جيو على الكوخ وهي قلقانة في الوقت اللي كانت تيان هوان راحت مملكة سانج جيو في قاع نهر موهي، وبتخلي الجنود يقتلوا القبيلة كلها وما يخلوش لا صغير ولا كبير بحجة إنهم بيتعاونوا مع طائفة الشيطان وبيستخدموا الطاقة الشيطانية، وبتخلي الجنود يهاجموا سانج جيو بس هو كان أقوى منهم، وساعتها تيان هوان هي اللي بتقتله وبتقدر تصيبه بسهولة لأنها أقوى منه. ولما الملك بيسألها ليه بتعمل كده بتقوله إنه ده ذنب سانج جيو علشان اتجوزت مينج يي، وبتقتله هو كمان بعد ما بتقوله إنها هي اللي سرقت الجوهرة الأسطورية المسؤولة عن استقرار وسلام المملكة ونهر موهي. في الليلة دي سانج يو مش بيجيلها نوم وبتفكر في كلام تيان هوان، وبتعرف إنها ناوية على الشر وكانت تقصد عشيرتها،
فبتجري وتروح المملكة بسرعة، بس لما بتوصل بتلاقي الجثث في كل مكان ومفيش ولا طفل عايش. ساعتها سانج جيو بتحس بألم لا يوصف وحسرة على كل أهلها وعشيرتها اللي باتوا في يوم وليلة. بتلاقي هنا بقى جنب جثة أبوها بلورة سحرية فيها ذكريات وآخر اللي حصل، وبتعرف إن تيان هوان هي اللي عملت كده، وكمان بتعرف إن تيان هوان كانت بتخدعها لما قالت لها تنزل ينبوع السحري، وإنها كانت حاطة فيه سم يخليها تفقد طاقتها الروحية علشان تتحول لشيطان، ويبقى مستحيل إنها تعيش تاني مع مينج يي. سانج جيو بتحس بالخيانة والغدر، وساعتها بتروح عند الزهرة السحرية اللي في وسط المملكة وفيها حجر القوة اللي بيهدي النهر وبيحافظ على أمنه. بتنادي على الحجر وبتقوله إن عشيرتها بادت وإنها عاوزة الدم بالدم، وإنها على استعداد للوقوع في قبضة الشيطان والتحول لشيطان كامل وتتمتع بقوته علشان تنتقم لعشيرتها وعيلتها. ساعتها الحجر السحري بيطفو في الهواء، وسانج جيو بتمتص قوته هو وكل جثث عشيرتها، وبتحوله لطاقة عظيمة بتدخل في قلب سانج جيو. فجأة هنا بتتحول للون الأحمر وبترسم ختم أحمر على جبهتها، وإنها كده بقت شيطان خلاص. وجزء من الطاقة دي بيتحول لسيف سحري اسمه سيف مهدئ الماء، بتاخده بتطلع على قصر مينج يي علشان تقتل تيان هوان. أول ما بتوصل للقصر بتقتل الحراس اللي كانوا بيواجهوها بمجرد نظرة من عينيها، وبتسيطر على واحد فيهم وبتتحكم فيه كأنه عروسة في ايديها، وبتخليه يوصلها لتيان هوان اللي كانت ساعتها بتقتل الخادمتين اللي كانوا بيخدموا سانج جيو وهي موجودة في القصر لمجرد انهم كانوا بيخدموها بس. ساعتها بقى واحد من الحراس بيجي يبلغ تيان هوان ان سانج جيو موجودة بره وعاوزة تقابلها علشان تعتذر لها. تيان هوان الغرور بياخدها وفاكرة ان سانج جيو لسه ضعيفة وانها جاية تستعطفها علشان ما تقتلهاش وتسيبها تعيش في سلام. بس سانج جيو بتفاجئها وبتقول لها انها جاية تاخد عمرها، وبتهجم مرة واحدة على الحراس وتقتلهم واحد ورا التاني. ولما تيان هوان بتعمل درع من الطاقة حواليها علشان تحمي نفسها من سانج جيو وهي فاكرة انها كده في امان على اساس انها اقوى من سانج جيو، بتتفاجئ ان سانج جيو بتمتلك قوة ما حصلتش، وحركة واحدة من ايديها بتدمر لها الدرع وبترميها على الارض مصابة. بس تيان هوان بتقوم تاني وبتهاجمها من جديد لغاية ما سانج جيو بتخدعها لغاية ما بتقرب منها وبتطعنها بالسيف. في الوقت اللي كان مينج يي اخيرا نجح في تنقيط صندوق الشيطان، وبيجي في الوقت ده 2 من الحراس يبلغوه باللي بيحصل، فبيطير في لمح البصر وبيروح يلحق تيان هوان، بس بيلاقي ان سانج جيو انتزعت من قلبها جوهرها الروحي ونزلتها في الينبوع المسمم اللي تيان هوان خدعتها بيه قبل كده. ساعتها تيان هوان كانت في ألم رهيب والميه بتحرق فيها، وسانج جيو مثبتها علشان ما تخرجش. ولما مينج يي بيشوف المنظر ده بيفتكر سانج جيو اتجننت ولا حصل لها حاجه، بس لما بيبص عليها في عينيها بيلاقيها اتحولت لشيطان فعلا، وبيطلب منها انها تدي لتيان هوان جوهرها الروحي. بس سانج جيو بتدمره وبتدمر معاه كل فرص تيان هوان انها تبقى معمرة وتتمتع بقوة سحرية طول عمرها. فجأة سانج جيو بتهجم بالسيف ناحية تيان هوان علشان تقتلها، بس مينج يي بيلحقها وبيخدرها. بعدها بيحقق في الموضوع وبيعرف الحقيقة كلها، وبيعاقب الجنرالات اللي قتلوا عشيرة سانج جيو، ومينج يي بيحكم عليها بالسجن في سجن على نيزك بين النجوم ما تقدرش انها تهرب منه ابدا. بس عشيرتها بيتفقوا مع مينج يي انه يعفو عنها وما يقتلهاش مقابل انه يدوله حجر التنقية اللي عمره آلاف السنين وفيه طاقة تقدر ترجع عشيرة الماء تاني. وبعد كام يوم كانوا الخادمات بيتكلموا على اللي حصل لسانج جيو، هي بتسمعهم وما بيتكلموا وبتعرف ان تيان هوان رمت اخوها في الهاوية وهو بين الحياة والموت. اول ما سانج جيو بتسمع المعلومة دي بتهرب وبتروح بسرعة على الهاوية تدور على اخوها. ساعتها جيزي بيظهر لها وبيقول لها انها ما تنفعش تكون موجودة هنا علشان في خطر كبير عليها، بس هي مش بتهتم وبتنزل تدور على اخوها برضه. بس الشياطين بيهاجموها وفين وفين على ما بتعرف تهرب منهم وتتخبى ورا صخرة. ساعتها بتشوف مجموعة من الشياطين متجمعين حوالين حد وبيحاولوا انهم يقتلوه، فبتعرف ان اخوها بتطير ناحيته في لمح البصر وبتبعدهم عنه بضربة من سيفها السحري. بس الشياطين كان عددهم كبير ومش بتعرف تهرب منهم، واخوها معاها مصاب، وكل الشياطين بيهاجموها مرة واحدة وبيحاولوا يقتلوها وبتتصاب اكتر من مرة. وساعتها كان مينج يي ظهر وبينزل بسرعة يقضي عليهم ويحميها. سانج جيو بتمتص الطاقة الشيطانية بتاعت كل الشياطين اللي كانوا حواليها لما بتحس بالظلم وانها هي واخوها وعشيرتها عمرهم ما اذوا حد وكانوا عايشين في سلام، ويحصل لهم كده وبيتقتلوا بالشكل البشع ده، واللي قتلتهم عايشة بتنفسوا تمام. فجأة كل الطاقة دي بتخليها تتحول كمان مرة، وبعد ما كانت سانج جيو الطيبة الكيوب بتبقى ملامحها كلها شر، حتى هدومها بتتقلب للأسود اللي انعكس من ظلام قلبها اللي سيطر عليها. ولما مينج يي بيحاول انه يهديها سانج جيو بتتعصب اكتر، وليه اهلها هما اللي يموتوا وتيان هوان عايشة وبيعفوا عنها. ولما بيلاقي بالعصبية دي بيقرب منها برغم انها رافعة السيف عليه وبتطعنه بيه في كتفه، بس هو بيكمل ناحيتها برغم ان السيف مغروس في جسمه، وبيرمي عليها تعويذة سحرية بتخليها تغيب عن الوعي. وساعتها بيخرج بيها هي واخوها من الهاوية بمساعدة روح جيزي، في الوقت اللي كانت تيان هوان هربت من السجن بمساعدة عشيرتها وبتروح تسيطر على قصر مينج يي.
ولما بنرجع لمينج يي كان بيدي لسانج جيو البلورة السحرية اللي زرع فيها كل قوته السحرية علشان أهلها وعشيرتها يرجعوا تاني، بس هي بترفض الحل ده وبتكسر البلورة وبتصمم إنها تقتل تيان هوان وبتسيطر بقواها الشيطانية عليه وبتهرب منه على القصر بتاعه علشان تقتل عدوتها تيان هوان. وبتقدر سانج جيو إنها تقضي على حراس تيان هوان وبتطعنها مرة واتنين لغاية ما بتقرب منها وبتقتلها وهي عينيها في عينيها وبتشوف خوفها وضعفها وبتنفذ انتقامها. قبل ما تخرج من القصر بتتوعد إنها تدور على عشيرة تيان هوان وتقتلهم كلهم مهما طال الزمن. كل الشر اللي ظهر في قلب سانج جيو خلاها تتحول بالشكل ده كان بسبب إحساسها بالظلم ورغبتها في الانتقام لأهلها، وما كانتش هترتاح غير لما تبيد عشيرة تيان هوان زي ما أبادت عشيرتها من على وش الأرض. بعدها بنشوف روح تيان هوان أو في الحالة دي تشانج فاقت من حلم التنين الطاير بسبب موتها بعد ما مرت بتجربة الحياة والحب والموت، وبتخرج من حياة بورا بس بتلاقي نفسها قدام الكيان الشيطاني اللي كان بيظهر لتان طاي جين في أحلامه وبيقول لها إنها طول عمرها كانت بتغير من أختها شيوو، وبيبدأ الكيان الشيطاني يوسوس لها وهو بيقول لها إنها عمرها ما هتنول اللي هي عايزاه، حتى جوازها من لين كان ممكن ما يحصلش، وبيشككها في نفسها وبيقول لها إن لو ما كانش عندها خيط الحب ده ما كانش زمان حد حبها أصلا. هنا بنعرف إن تشانج شكلها كده هي اللي سرقت خيط الحب بتاع نيان روان روح الثعلب، لأنها هي الوحيدة اللي فقدت خيط الحب بتاعها ومش عارفة مين سرقه. واللي بيأكد لنا ده إن تشانج لما الروح الشريرة بتاعت الكوابيس كانت خطفتها شافت في شرايينها أثر لطاقة وسحر شيطاني. وبنرجع لسانج جيو اللي كانت راحت عند أعمدة التنين الأربعة وبتحول كل الطاقة الشيطانية اللي امتصتها وبتعمل يشم قلب ميزان العالم. ده اليشم اللي كانت سوسو لقيته في قاع النهر لما كانت بتنقذ تان طاي جين. هنا بنعرف إن سانج جيو حقيقة جدا وهي الكاهنة اللي كانت ظهرت لسوسو وقت ما كانت بتحاول تخرج اليشم من جسم تان طاي جين. ساعتها بيوصل مينج يي وبيحاول انه يوقفها بس هي كانت نفذت مهمتها خلاص، بس السما كانت كلها اتحولت لصواعق برق ورعد هتصيب سانج جيو علشان خلفت القوانين. ومينج يي بيقرب منها تاني وبيطعن نفسه بسيفها وبيحاول انه يهديها، بس هي كانت مصممة على اللي في دماغها وما كانش فيه سكة رجوع ليها، وانها لو حاولت تخرج من الأعمدة مش هتعرف لأن الصواعق متوجهة ليها هي. ومينج يي علشان ينقذها بيتصاب هو بصواعق البرق والرعد بدلها علشان يديها الفرصة تهرب، بس برضه مش بتعرف. مينج يي ساعتها بيعترف لها بمشاعره وانه بيتمنى انه كان يعيش معاها في كوخ في البحيرة باقي العمر. ساعتها سانج جيو كانت بتموت على اي حال لان الطاقة الشيطانية اللي اتصابت بيها في الهوية كانت دمرت جسمها وكانت هتموت. في لحظة سانج جيو بتتبخر وبتحول اللؤلؤة وبتقع في ايد مينج يي اللي وقتها من حزنه على فراقها وانه معرفش يعيش الحياة اللي كان بيتمناها، وبيسعى انه ينقذها في اليومين اللي فاتوا. تسيطر عليه فكرة ان الظلام هو الحل وانه لو اتحول لشيطان هيقدر يكون معاها، وبيبدأ فعلا يتحول لشيطان وبتحوط بهالة من الطاقة الشيطانية. وساعتها كانت سوسو فاقت من حياة بورا بموت سانج جيو وبتلاقي انها لسه في حلم التنين وبتشوف مينج يي وهو بيتحول لشيطان. ساعتها بتدرك ان التنين الطاير اللي دخله حلمه هو نفسه مينج يي، وان عينيه البنفسجي وعينه العادية دليل انه تحول لنصف شيطان، بس اتراجع في اخر لحظة وتمسك بنصه الخير. فجأة بيسمع صوت سانج جيو او سوسو وهي بتقوله انه لازم يعيش علشان يكون الشخص اللي سانج جيو حبته للابد. ساعتها بيشوف ذكريات سانج جيو لما كانت بتراقبه وهو سيد الحرب في معاركه المستمرة، ويوم ما وقعت قشرة من درعه احتفظت بيها وكانت كل يوم بتحلم وبتمنى انها تنتقل لعالم تشينج علشان تكون حواليه. ساعتها مينج يي بيرجع لعقله وبيقرر انه ما يتحولش لشيطان ويكمل حياته بكونه الشخص اللي حبته. ساعتها تان طاي جين بيفوق من حياة بورا هو كمان وبيتقابل مع سوسو وهو جواه الاحساس بكل مشاعر مينج يي وبينزل من عينيه دمعة. سوسو بتاخدها لان دمعة ذبح الروح اللي جي زي قال لها عليها، وتان طاي جين بيبدأ يحس باحساس غريب في قلبه وده كان خيط الحب اللي اتبنى جواه. بعدها الأربعة بيخرجوا من حياة بورا ومن حلم التنين الطاير، ولين كان بيهاجم تان طاي جين أو لما بيلاقيه بيقرب من سوسو شاو بينيلهم بقوته السحرية ويخرجوا من نهر موهي. وساعتها تان طاي جين بيشوف إن التنين الطاير مش موجود ولا حاجة، ده اللي موجود هيكله العظمي لما بيحاول يمسكه بيتحول تراب. بيعرف إن التنين اللي شافوه في البداية كان وهم وخداع من مينج يي علشان حد يدخل حلمه ويعيش اللي هو عاشه، وده كله علشان النبوة. وبتفتكر سوسو كلام جيزي ولغاية كده كان لسه فاضل خيط الحب علشان يبقوا الثلاث أشياء اكتملوا معاها وتغير مصير تان طاي جين، ومش بتوافق انها تمشي مع لين والباقيين وبتقرر انها ترجع لتان طاي جين علشان تقدر توصل لخيط الحب بتاعه. كان معاها المراية السحرية اللي جيزي كانت اداها لها في حياة بورا وبتديها للمعلم شاو علشان يرجع بيها طائفته ويحتفظوا بيها لأنها في المستقبل لازم توصل لسوسو بما انها في البوابة اللي خلتها ترجع للزمن ده. وبترجع لتان طاي جين اللي بيتفاجئ بيها وبيرجع بيها المعسكر متأيدة علشان ما تهربش منه. في اليومين دول كانت كل ما تلاقي ان تان طاي جين منجذب ليها بتحس بدفء في دمعة ذبح الروح وتعرف انها على الطريق الصح، وتان طاي جين بادئ يحبها وبتبدأ تعمل كل الحيل اللي تخليها تقرب منه ويقع في حبها. في الوقت ده بنتفاجئ ان مينج لانج لسه عايش
والساحرة بتاعته أنقذت حياته وأخدته في كهف المقر بتاعها، وبيلبس قناع زي بتاع ملك الشياطين اللي كان في حياة بورا، وبيتفق مع السحرة على خطة يقتلوا بيها تان تاي جين. بعدها بفترة الساحرة بترجع لمينج لانج بجوهر طاقة شيطاني وبتديهوله علشان يستمد القوة ويبقى أقوى من تان تاي جين، بس للأسف مش بيقدر إنه يمتص كل الطاقة بسهولة، كان هيموت فيها، وده بيخليه يتعصب أكتر إن تان تاي جين بيقدر يمتص أي طاقة مهما كانت بسهولة. ساعتها الساحرة فو يوي بتقوله إنهم علشان مختلفين عنه وملهمش نفس الدم، المهم إن بيبعتها للملك يي علشان تتفق معاه ويبقى حالف له ويقتلوا تان تاي جين سوا، بما إنه كان عاوز يقتله ويستعيد سيطرته على البلد. وبعدها كان الملك يي أمر لين قائد الجيوش إنه يروح يهاجم معبر جيا ويسيطر عليه، بس برغم إن لين ما كانش موافق على الأمر ده، لأن في خطورة كبيرة على جيشهم ومفيش وقت إنه يستعد بجيشه، بيضطر إنه ينفذ الأمر. هنا بقى تان تاي جين أول ما بيقرب بينتقل مع تشينج للمعبر، وهناك كان في معركة شرسة ودم وقتل في كل اتجاه، لغاية ما بيوصل تان تاي جين وبيوقف القتال بحركة من إيديه، وبيتقاتل هو مع لين بقواه السحرية، بس مش بيقدر إنه يصيب لين لأنه كان بيملك مقياس حراسة القلب اللي بيعمل درع حواليه، مفيش أي قوة لتان تاي جين تقدر تخترقه. ساعتها تان تاي جين بينزل يتكلم معاه وبيقترح عليه إنه ينسحب، بس لين بيرفض، فبتقوم بينهم معركة تانية، وتان تاي جين مش بيقدر يتغلب عليه بسبب مقياس حراسة القلب. ساعتها لين بيتراجع مع جنوده، وتان تاي جين مش بيطاردهم لأنه كان ذكي جدا وعارف إن لين هنا في المعركة غصب عنه، وإن دي كانت أوامر الملك ولازم ينفذها. ولما الملك بيعرف بالهزيمة بيدي أوامر إنهم يقتلوا تشانج زوجة لين عقابا له، في الوقت اللي كانت سوسو لسه في خطتها علشان توقع تان تاي جين في حبها، وبتبعت له مع الغراب بتاعه رسائل ولا 10 رسائل في اليوم. وبدأ تان تاي جين تاني مرة يحس بقوة غريبة في قلبه. وبعدها فترة كان تان تاي جين في معسكر مع الجيش، سوسو كانت عاوزة تروح معاه، بس نيان ران بترفض انها تاخدها علشان ما تكونش عبء او تتعرض للخطر، بس سوسو مش بتقتنع بالكلام وبتختفي على انها واحد من الجنود وبتروح معاهم المعسكر، بس نيان ران كانت عارفة بوجودها وبتخليهم يمشوا مسافات طويلة علشان تخليها تتعب وتستسلم وترجع العاصمة. سوسو كانت مصممة انها تروح لتان تاي جين وتطمن عليه، وفي الكام يوم دول كان تان تاي جين متضايق علشان رسائل سوسو ما وصلتش بقالها كام يوم. فلو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.